اهلا بيكم في حلقه جديده، وتحياتي وتحيات المصورين كلهم، وزيزو كرينر وفتاح خضر والناس اللي كلها اللي موجوده ورا الشاشه. واحنا عمالين نسال نفسنا، او انا عمال اسال نفسي، هل زمان ايام المماليك كان في اعلام؟ احنا دلوقتي بنقول ان في مجموعه قنوات كده تقريبا يعني مدفوعه الاجر. هل زمان بقى ايام المماليك، ايام دوله المماليك العظام دول اللي هم مثلا، خلينا نفرق بس عشان الناس ممكن ما تعرفش المماليك. المماليك دي دولتين يعني او فترتين، فتره كانت فيها المماليك العظام زي الناصر محمد بن قلاوون وزي قطز وبيبرس، وفتره تانية انهارت المماليك خالص كانت فيها ضيعه. وانتوا عارفين ان المماليك خلصت على لما سليم الاول السلطان سليم العثماني دخل مصر سنه 1517 هنا في العباسيه، ودحر وقبض على السلطان طومان باي واعدمه على باب زويله. دي كانت نهايه المماليك. بس المماليك جت في الاخر كده والدنيا اتدمرت. هل بقى كان في تلفزيون وقتها؟ كان في اعلام؟ كان في صحافه بتحرض؟ كان في ناس بتسخن؟ كان كتير، كان في اعلام، بس ما كانش له الشكل اللي انتوا شايفينه النهارده طبعا. يعني ما كانش في كهرباء، ما كانش في تلفزيون، ما كانش في لميس الحديدي، ما كانش في الناس دي خالص. بس كان في ناس تانية بقى، يعني كان في اعلام بشكل تاني، اعلام مش جرايد، اعلام مش مقروء، اعلام مش، لكن كان في المساجد. كانوا المشايخ يقفوا على المساجد يقولوا للناس اللي هم عايزين يقولوه. بعض هؤلاء اللي هم المشايخ دول كانوا بيبقوا موالين للسلطة، وبالتالي كانوا ممكن يقولوا اللي عايزة تقوله السلطة، وكانوا بيروجوا للناس كلام اللي السلطة عايزة تقوله. فالسلطة كانت بتشتري ذمم المشايخ دول، والمشايخ دول توظفهم السلطة علشان يقولوا للناس اللي هم عايزين يقولوه. ده كان الإعلام وقتها، شكله وقتها. إنما كان في النهاية كان بيتم ترويج للناس اللي عايزة تقول السلطة. تعالوا بقى نشوف مثلا المشايخ دول. حتى احنا شفنا مثلا، على فكرة ده ظل في العصر العثماني، شفنا ده مثلا في فيلم مثلا شيء من الخوف اللي أنتج سنة 69. بالمناسبة تخيلوا منتج الفيلم ده مين؟ صلاح ذو الفقار، مع انه ما مثلش فيه. اللي كان فيه الأستاذ العظيم محمود مرسي، وكان فيه شادية، وكان فيه الأستاذ محمد توفيق، كان فيه ناس كتير قوي. فاكرين لما كانت شادية هيتكتب كتابها وما وكلتش حد، وتم كتب الكتاب بسرعة كده، واتضحك على عتريس اللي هو كان محمود مرسي، وبعدين ما خدوش موافقة العروسة ولا عمل التوكيل لحد، واتكتب الكتاب وكان الجواز باطل، وظلت عقدة الفيلم كله ان جواز عتريس من فؤاد ده باطل. فاكرين الفيلم ده؟ ده حاجة كانت هايلة يعني. نفس القصة في فيلم الزوجة الثانية اللي أنتج سنة 1967، وده يعني فيلم برضو من الأفلام الرائعة. فاكرين لما كان أبو العيلة لازم يطلق سعاد حسني، وجاء شيخ الجامع وقال له يا طلقها أبو العيلة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، موظف الآية غلط علشان أبو العيلة يطلق سعاد حسني إلى آخره، لأني طبعا صلاح ذو الفقار العمدة كان عايزها. هكذا كان بيتم توظيف فكرة الإعلام علشان يروج فكرة للسلطة عايزاها. إنما الحقيقة حتى الجبابرة يعني مثلا أبو جعفر المنصور ده واحد من جبابرة وعتاه طاغية من طغاة الدولة العباسية. عارفين لما تصحى الصبح كده ما تنامش يومين وفجأة تجيلك دبانة تقيلة كده؟ فاكرين الدبان بتاع الساعة 10 الصبح ده وأنت مش نايم، والدبان دب في وشك، تقول له أول مرة هش، تاني مرة تبتدي تغضب، ثالث مرة تغضب قوي، رابع مرة تحس ان الدبانة بتهينك وبتضايقك، وبعدين تحس فجأة كده انه الدبانة قصدها تهينك. ممكن لو فتحوا الباب بعد كده يلاقوا الدبانة جايباك لامسة اكتاف وفوقيك هي الدبانة ما بتخلص ما بتموتش يعني. الدبانة مسكت ابو جعفر المنصور وقالت له، ده بقى ايام الطغاة يعني، قالت له طب انا مش سايباك. فضل يهش فيها اتضايق جدا ابو جعفر المنصور، هيعمل لها ايه الدبانة دي؟ فنادى الحاجب وقال له تعالى في حد بره عايز يدخل لي. قال له ناس كتير قوي. قال له فيهم علماء؟ قال له قال له فيهم مين؟ قال له كذا. قال له دي العالم ده. دخل العالم عليه قال له اسمع هسألك سؤال وترد عليا بسرعة، قول لي سبب واحد ان ربنا يخلق الدبان. فالعالم لا كان عالم محترم، قال له اقول لك سبب واحد، ربنا خلق الدبانة عشان تذل الطغاة. ده كان رد العالم على واحد جبار اسمه ابو جعفر المنصور. لكن ده ما كانش رد عالم تاني في الدولة المملوكية، في آخر الدولة المملوكية، لما واحد جاب شوية بلح كتير قوي تاجر وعايز يروجهم وعايز يمشيهم، فجاب الراجل اللي هو زي الإعلاميين اللي بيشتغلوا دلوقتي اليومين دول، وقال له طب عايزين شحنة البلح دي هتبوظ مني.
فوقف الراجل على المنبر الشيخ ده يقول جمله غريبه جدا، افترى على الرسول صلى الله عليه وسلم حديث وقال عليه، قال ان الرسول قال، طبعا ده ما حصلش يعني، اذا اسمكتم فابلحوا. اسمكتم يعني اذا اكلتم سمك، فابلحوا يعني كلوا بلح. وطبعا دي كانت ترويج عظيم لفكره انه البلح يتاكل وشحنه الراجل دي تخلص. هكذا كان بيتم شراء الاعلام وقتها. الاعلام ظل ياخد اشكال مختلفه لحد ما وصل لعصرنا ده، انه بقى الحقيقه اعلام النظارات السوداء زي ما سماه دلوقتي او في مقاله النهارده الكاتب الكبير الاستاذ فهمي هويدي. في الشروق النهارده فهمي هويدي بيقول انه ازاي ان الاعلام ما شافش المشروعات اللي افتتحها المهندس هشام قنديل، وقال انه عمليه تنشيط وتفعيل المنطقه الصناعيه بالسويس تشكل احد اضلاع حلم التنميه. ان الاعلام في مصر ابتلى بعد الثوره بالنشطاء، وتحولت المعارضه الى معارضه طفوليه او مراهقه لم تعد ترى الواقع الا من خلال النظارات السوداء، لا تشاهد الا كل ما هو بائس وكئيب ومحبط. هو بيتكلم على فعلا الزيارات اللي عملها المهندس هشام قنديل اللي افتتح بيها مصنع الفايبر جلاس اللي اتعمل دلوقتي في السويس بتمويل واداره اسمها ايه دي صينيه. المصنع ده عالمي وخرافي، ما حدش يتكلم عنه، بس اتكلموا على اتنين قلعوا ملط واستقبلوا هشام قنديل بالملابس الداخليه. هم شافوا الاتنين دول العاملين دول هم الموضوع، لكن المصنع ما عادش موضوع، لانه واضح انه اعلام زي ما بيقول الاستاذ فهمي هويدي قاصد يطمس كل شيء ممكن يكون مبشر. ده اللي بيقوله الاستاذ فهمي هويدي. اما الاستاذه او الدكتوره نوال السعداوي بتقول الديمقراطيه ليست قرارا يصدره الرئيس او البرلمان، الديمقراطيه تربيه وتعليم واسلوب حياه منذ الولاده حتى الموت. جرائم كثيره تحدث وراء الابواب المغلقه، اغلب الضحايا اطفال ونساء وفقراء. لا نسمع صوت المدافعين عن العداله في الاحزاب السياسيه، اغلبهم رجال يتميزون بازدواجيه السلوك. الدكتوره نوال السعداوي في جريده الاهرام. عصر السلطه وعصر الحريم. قلت يوما ان المراه هي الحل، وعلى الرجال ان يتركوا الساحه بعض الوقت للنساء، فقد حكم رجال العالم زمنا طويلا ولم يتركوا خلفهم غير الحروب والازمات والدمار. ولو اننا فكرنا في المراه كما ينبغي لما قامت مظاهرات ضد التحرش. العالم يسير الى عصر المراه صاحبه السلطه والقرار. فاروق جويده في جريده الاهرام. ثعلب شوقي. الجديد الذي سيكون مذهل البشريه هو التزوير الاسلامي، وهو اخر صيحه تجديديه من صيحات الجماعه المقدسه، وسيصبح الشعار الذي سيرفعونه هو شعار هو شرع الله عز وجل، التزوير هو الحل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثروت الخرباوي في المصري اليوم. دي كانت شوية مقتطفات كده خدناها من بعض الكتاب في بعض الجرائد، اللي زي ما بقول لكم يمكن لفت نظر أنا فيها شخصيا، إنه امبارح مثلا الدكتور هشام قنديل وقع عقد لإقامة مصنع في الصالحية في الشرقية، والمصنع ده على مساحة 430 فدان، وده مصنع مهم جدا جدا جدا. لكن للأسف الإعلام مش هيجيب سيرة المصنع، لا ده ولا اللي في السويس. الإعلام هيجيب سيرة واحد قلع بالأندروير، لأنه واضح إن ده الأهم، لأنه الإعلام دلوقتي عامل زي الأستاذ حسن البارودي ماشي يروج للناس أحاديث غلط، أو عامل زي الراجل الشيخ اللي طلع وقال إذا أسمكتم فأبلحوا. الإعلام دلوقتي شغال تجارة، بيلعب لعبة علشان الناس تغرق في الإحباط، وبالتالي يبقى ما عندكش شعب. فإذا الشعب مات من الإحباط، لما تبقى في أي حاجة مبشرة مش هتلاقي شعب أصلا، هتلاقي مجموعة من اللصوص والقتلة والمحبطين. أشوفكم بعد الفاصل عشان هنواصل قراءة أخبار، وهنواصل مع معاذ اللي اتكلمنا عنه امبارح. هل فعلا معاذ جلد؟ هل فعلا معاذ قال إن شهاب بيه مدير المباحث بتاع أسيوط جلده وعذبه وكأنه معتقل سياسي في فيلم الكرنك اللي عملته سعاد حسني نور الشريف؟ انا بس بفتكر افلام من امبارح، مش عارف هي هافه معايا افلام اليومين دول، بس تمام، هي على كل حال وثائق مهمه يعني. معاذ قال كده النهارده. ممكن نجيب شهاب بيه على التليفون ونساله هل صحيح ما نسب اليك انك انت عذبت معاذ و11 او 10 تانيين من طلبه جامعه الازهر في اسيوط، ولا معاذ بيفتري عليك؟ كل ده هنتابعه بس بعد الفاصل. ارجوكم انا في انتظاركم بعد الفاصل.
اهلا بيكم مره تانية وهنقرا بقى الاخبار. كنا امبارح مع شاب اسمه معاذ عطيته اللي قال ان هو اتضرب، وقال انه في ضابط اسمه شهاب. الضابط ده جاب البوكسات، معرفش ان اللي شاف الحلقه امبارح قال الضابط جاب البوكسات وبتاع ودخل علينا وقال لي انت قلت له انا طالب، راح شتمني وشتمني شتمه جامده، وبعدين مسكني خدني وداني حته اسم اول اسيوط، وبعدين مش عايز اعيد عليكم القصه المأساة تاني. جلده وهو متصور وهو مجلود يعني، وقال ان الضابط قال لولا العمال اصحاب المحلات اتنازلوا لكم يا كذا احنا ما كناش هنطلعكم النهارده، وصور لنا ان الموضوع جلد واعتداء زي بالظبط كمال الشناوي في فيلم الكرنك يعني. فانا عشان بس ندي حق الرد، انا بقى على التليفون الضابط المدعى عليه الاستاذ او الرائد شهاب جابر رئيس مباحث قسم اول اسيوط، اللي قال معاذ انه اعتدى عليه وجلده. سياده الرائد مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ ناصر. ازي حضرتك؟ الحمد لله. سياده الرائد، ده انت اتصورت على انك انت كمال الشناوي في فيلم الكرنك بتجلد وبتضرب وبتاع وجلدت الراجل و11 واحد معاه او هم كانوا 11، ايه صحيح او ايه يعني مدى صحه الواقعه دي؟ اولا انا بشكر حضرتك جدا على اهتمام حضرتك بالقضيه، سواء كنت انا مدان او دان، تمام، متهم او مظلوم. تمام كويس. وانا بشكر حضرتك جدا، وبشكر اي اعلامي يساعد في اظهار الحقيقه وبالذات في تلك الايام. وحضرتك كنت بتتكلم على الاعلاميين وانا مش عايز اخوض مع حضرتك الكلام اللي حضرتك بتتكلمه. تمام فندم. تمام. لكن اولا انا بطلب من حضرتك طلب. اتفضل. استاذن حضرتك، يا ريت الطاقم اللي مع حضرتك المؤدين اكيد ان شاء الله معاهم رقم او تليفون الشاكي او الاثنين شاكيين. كويس. استاذن حضرتك يا ريت امكانيه ادخالهم معايا في نفس اللحظه. طيب تمام. خليني اقول لحضرتك اظهر الحقيقه، انا عايز اظهر الحقيقه. طب خليني اقول لحضرتك يا سياده الرائد بس ان احنا فعلا عملنا كده، لكن معاذ ما بيردش على التليفون. انا مش عايز، عارف انا مش عايز اقول كده بس قدام الجمهور عشان ما يبانش ان انا يعني جاي مع الرائد شهاب، انا بس اضطريت اقول كده ان حضرتك طلبت مني، لكن احنا قبل الحلقه قلنا هنطلع الرائد شهاب ومعاه معاذ في نفس الوقت. الاخ معاذ ما بيردش على التليفون، فاحنا احتراما لحضرتك ولوجودك معانا قلنا نسمعك، وهلعب انا دور معاذ بعد اذنك وهقول لك اللي هو قاله وحضرتك ترد عليه بس. ما فيش مشاكل. انا كنت اتمنى هو، وانا كنت اتمنى، وانا والله انا عارف اعلامي يعني الناس كلها بتشكر حضرتك، واعلامي محايد لا تيجي معايا ولا ضدي. وانا عايز ده والله يا سياده الرائد، وانا عايز ده. اولا يا استاذ محمد، انا هقول لحضرتك بس في عده نقاط بسيطه، مش عايز اطول على حضرتك. اتفضل. الاكذوبه او الفتن، تمام. هو طبعا احنا في زمن اساسا كثر بسيط الفتن. اولا انت حضرتك سمعت من الاستاذ معاذ، انا طبعا انا ما سمعتش منه اي حاجه امبارح او قالوا لي يعني ثاني يوم. تمام. اولا اللي حصل سعادتك، انا رئيس مباحث اسم اول اسيوط. اولا انا من اصغر رؤساء المباحث اللي كانت في اسيوط في اسم اول، لتمتع الاسم بسمعه يعني اسال عليها حضرتك. تمام. وكبر حجمه ومناطقه الحدوديه من كل الاتجاهات. تمام. ويعني يغلبه الطابع الشعبي. وحضرتك يعني تفهم ازاي التعامل مع الطابع الشعبي. في كمان طابع برضو الناس اللي هي الفاهره برضو واساتذه الجامعه والكلام ده. كويس. فاحنا بنتعامل مع كل الاشخاص. كويس. وبلا تمييز. تمام. الحق يصل لاصحابه، ده اهم حاجه. اولا عدم المعقوليه في عده نقاط يا استاذ محمد. اولا اللي حصل، انا اشرح لحضرتك طب القصه الاول. اتفضل. انا حضرتك بقى لي 5 سنين في الاسم. كويس. في ناس كتير تعرفني الحمد لله، متمتع بسمعه طيبه، ودي تسالوا فيها حضراتكم في اسيوط. ورد عده اتصالات، الحق انت فين؟ ايه القصه؟ قالوا لي اني عند السنتر ده بشارع يسر راغب، من اكبر الشوارع في اسيوط، والسنتر التجاري لاسيوط. كويس. يعني فيه ستات ورجاله وكل حاجه. كويس. اتصلت بيا اكتر من شخص يبلغوني ان في حوالي ناس تقول لي 100 واحد، وناس تقول لي 200 واحد، وناس تقول لي 50 واحد ماسكين سنج ومطاوي وجنازير. كويس. منهم ضابط فعلا كان معدي هو في اجازه، بيقول لي الحق ده في كذا كذا، شكلها خناقه جامده. نزلنا وتوجهنا للمكان. حوالي 100 كان
جريوا طبعا اغلب 100 طالب 170 60 ما اقدرش احكم برضه حضرتك لان انا اول ما وصلت كويس. لا الاغلبيه جريت ما فضلش الا هم اللي احنا جبناهم كويس. كانوا 11 واحد اللي جريوا حضرتك برضه كانوا اغلبهم ممسكين باسلحه بيضاء فعلا. طيب تمام. وجبنا فيهم واحد كان معاه سكينه عشان تبقى برضه حضرتك عندك علم ان انا فيهم واحد كان معاه سكينه من اللي انا جبتهم. تمام. كويس. وحضرنا بيهم للاسم. قبل ما نحضر الاسم احنا هناك القصه قالوا ان في واحد منا اتخانق النهارده عند السنتر مع شخص اللي هو حرر المحضر ضدهم اسمه محمد ظريف. كويس. اتخانق ليه؟ قال ان هو بيدعي ان هو كان بيعاكس واحده واحنا مع زميلنا ده ما يعاكسش والكلام ده. طب ما فيش مشاكل يا جماعه دي سهله فانتوا طلبوا محترمين اتفضل بس على الاسم. رد شخص فيهم انا ما اعرفش اسمه قال لي جسم ايه ده الحيطه المايله نفس اللفظ. قلت له الحيطه المايله. هو انت منين يا سياده الرائد؟ هو انت منين؟ من اسيوط؟ انا من اسيوط برضه. عشان عرفت تجيب اللغه كويس ده اللهجه. تمام. وهم حضرتك من هنا والاقصر. الاغلبيه هنا والاقصر. قال لك قالوا لي الجسم ده دلوقتي ما فيش حاجه اسمها حكومه ولا شرطه. احنا جامعه الازهر وناخد حقنا نعرفه بالقصاص. احنا هناخد القصاص. قلت له القصاص؟ قال لي القصاص. قلت له القصاص ايه يعني احنا مش في افغانستان هنا. قال لي هو كده ناخد القصاص. قلت له طب وريني بقى تاخد القصاص ازاي. اركبوا فعلا وخدتهم على البوكس كلهم بما فيهم الاخ الشاكي وجبناهم على الاسم. اول ما دخلتهم حضرتك هنا انا فعلا دخلتهم كان فيهم شخص ويا ريت يكون سامعني ويا ريت يكلم حضرتك اسمه محمود كان بتاعي راجل محترم فعلا وشكله ابن ناس. هو اللي دافع عنهم ومعلش وغلطانين وهم مش قصدهم وزي اخواتك الصغيرين والكلام ده. ماشي يا محمود عشانك انت بس عيب اللي بيحصل ده. انتوا طلبه جامعيين هاتهم كلهم. دخلتهم المكتب. يا رجاله بعد اذنكم انتوا دلوقتي اهاليكم باعتينكم مقصود ليه؟ قالوا عشان نتعلم. قلت لهم كويس جدا. لما انتوا جايين عشان تتعلموا دلوقتي خلي بالكم الجرائم كترت في الشارع وانا اعلم بيها اكتر منكم. انت دلوقتي اي واحد فيكم العيال اساسا ان انتوا واقعين معاهم عيال مش يعني مش هقول لك المتعلمين ولا كذا كلهم ناس مسجلين وناس بياعين وناس غلابه وكل الصفات فيهم يعني هتلاقي الكويس والوحش فيهم. لو اي عيل فيهم معاه مطوه وضرب واحد فيهم هيحصل ايه؟ ابوك اللي هو بعتك تتعلم يجي ياخدك جثه ويرجع بيك؟ هو ده كويس؟ قالوا لا والله. قلت لهم طيب ده بند. البند الثاني انا اولا هعتبركم والله بهذا اللفظ يا استاذ محمد انا هعتبركم اخوات الصغيرين. انا هقول لكم على عده نصائح. في حد فيكم في كليه حقوق؟ واحد قال لي انا في شريعه وقانون. واحد ثاني قال لي انا في حقوق. اثنين. قلت لهم عارفين يا رجاله لو انتوا عملت لكم المحضر اللي هم عايزين يعملوه ده مفيش واحد فيكم يقدر يشم نيابه وبعد كده اخوه او ابن عمه. تمام. رجعت تاني قلت لهم في حد في صيدله او طب او تجاره رفعوا ايديهم اكتر من 3 4 وقالوا لا ايوه احنا في تجاره وصيدله. قلت لهم برضه نفس الكلام. شركات الادويه المحترمه ما حدش هيشتغل فيها منكم وهتبقى عندك كارت. عندنا حاجه اسمها كارته اعملها لك نفس الوقت تيجي تعمل فيش يطلع لك 7 اتهام في قضيه ضرب. تمام. ده منظر لكم انتوا يليق بكم هذا. المهم يعني انت خدتهم بهدوء يعني جدا. طيب كويس. وبعدين انا هكمل لحضرتك معلش. لدرجه انا فعلا يعني لو انا ضابط مفتري زي ما بقول لك يا استاذ ناصر وهم اكيد فيهم واحد واثنين وثلاثه سامعيني انا قدامي كوبايه ميه كويس واحد منهم بيقول لي لو سمحت اشرب ميه. قلت له اتفضل. انتوا على فكره انتوا مش مسجلين ولا وحشين ولا كذا حتى لو كان حصل في الشارع ده انا عارف ان انتوا متنرفزين وزعلانين وكده على زميلكم لكن زميلكم غلط وزميلهم يا استاذ محمد هو عامل حاجه انا ما ينفعش اقولها لحضرتك على التلفزيون. مش معاكسه مش هو تحرش. تمام. تحرش فعلي قدام ناس والناس اتخانقت معاهم واصطلحوا في نفس الوقت. كويس. هو طبعا ما ينفعش الصلح معاهم بتاع النهار جم بالليل وجايبين الشله اللي معاهم عشان يضربوا السنتر. كويس. والمنطقه بتاعت السنتر كلها. كويس. طبعا احنا الحمد لله احنا لحقنا لان كانت ممكن تحصل مجزره يا استاذ محمد. انت لا تتخيل برضه السنتر ده فيه كميه باع جاهلين وباع بتوع محلات وناس رايحه تشتري من المناطق اللي هناك قد ايه. طيب تمام وبعدين دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك انا لما خلصت معاهم هم شكروني فعلا يعني هم دخلوا بعد ما خلصنا المحضر دخلوا شكروني. اللي مستغرب له بقى ايه يا استاذ ناصر؟ اتفضل. اول حاجه وبساله الدكتور انا الدكتور معاذ مش كده حضرتك؟ ايوه معاذ. الدكتور معاذ انا بساله على عده اسباب. اولا ليه هو اختار اليوم الرابع او الخامس ويشتكي فيه؟
او يطلع للمحامي العام فيه. تمام؟ ليه ما اشتكاش ثاني يوم على طول؟ يعني كان الاول بس خليني اوصل بس قصه حضرتك الاول، وبعدين هنسال احنا اسئله، وبعدين حصل انهم قعدوا وفهمتهم وشربوا ميه وبتاع، وبعدين خرجوا من المكتب عندي، عملت لهم محضر تصالح. بتوع اسيوط حضرتك جم بقى كتير، هم جم كتير بقى، ازاي تعدوا عليهم وفيهم ايه المؤدب واللي مش مؤدب. انت شايف الشاشه؟ انت شايف نعم الشاشه؟ شايف الشاشه دلوقتي؟ شايف حضرتك، شايف. هو دي الصور بتاعت اللي بيقول معاذ صوره جسمه من الجلد بتاع حضرتك. انا هقول لحضرتك على حاجه. اتفضل. مع احترامي، ارفعها بقى الصور دي خلاص بقى يا استاذ محمد. اتفضل. مع احترامي الكبير والاكبر قيادة عندنا اللي هو محمد ابراهيم، هل يستطيع محمد ابراهيم نفسه يعمل اللي حضرتك؟ ما هو قال كده. طب خليني بقى ارجع بقى لتفاصيل القصه اللي قالها معاذ بقى. خلاص انا دلوقتي معاذ قدام حضرتك، هو بيقول ان حضرتك جيت في مجموعه من البوكسات، يعني من اكتر من عربيه شرطه، ومعاكم قوه جامده جدا، وبعدين عملتوهم وحش. على فكره مش اكتر من عربيتين. لا هو قال اكتر، هو قال قوه كبيره. وبعدين حضرتك قال لك احنا طلبه في كليه طب ما تعملناش كده، رحت قايل له شتم الكليه، شتم الازهر، يعني كده. تمام؟ ده اللي بيقوله معاذ. وبعدين لما هو طول شويه في الكلام معاذ، حضرتك امرت القوه اللي معاك انهم يرموهم في البوكس، خدوهم في البوكس ودوهم حته في اسم اول بوابه كده على بعد 100 متر، مش عارف، هو حكى تفاصيل كتير قوي امبارح. وبعدين قلت له نزلوا العساكر بالكرابيج عليهم ضرب مبرح، يعني كانت نتيجته دي. خلاص انا هقول لحضرتك. اتفضل. اولا بقول لحضرتك على حاجه، شارع يوسف الراغب ده من اكبر الشوارع اللي في اسيوط. هل طب ممكن ست الرائد ممكن نطلع فاصل، وهتخليك معايا التليفون، هنطلع فاصل بس ونرجع نكمل للمشاهدين، ومش هنتكلم انا وانت في الفاصل خالص. لازم نطلع فاصل دلوقتي ونرجع نواصل شهاده الرائد شهاب جابر رئيس مباحث قسم اول اسيوط وكلامه حوالين واقعه الاعتداء اللي ادعاها معاذ عطيته. فاصل وهنستناكم. هنواصل تاني شهادة الرائد شهاب جابر في واقعة الطالب معاذ عطيته. سيادة الرائد انت معانا مش كده؟ مع حضرتك. معلش احنا كنا قطعنا واضطرينا بس نقطع. اتفضل كمل علشان انا بس اسمع الشهادة الأخيرة. هو ده اللي قاله. اتفضل. اولا انا مستاء جدا لإهانة منبر الإسلام في العالم العربي. لا مالكش دعوه بالقصه دي بقى يا سياده الرائد. ما انت حضرتك بتقول لي اهين الازهر، انا لم اهين الازهر ابدا ولن يحدث ابدا. تمام؟ ثانيا لن اهين ابدا من الطب، منها اخواتي وعمامي واخلاني واصحابي وكلهم ناس محترمين. كويس. تمام؟ انا مش عايز برضو الحزازيه ما بين ضابط الشرطه والمواطن، احنا كلنا اخوات، هو ليه حق ياخده، انا ليه حق لازم اخده. كويس. انا لازم اخده. طيب هو بيقول عشان ننهي الشهاده دي يا سياده الرائد، هو بيقول انه هو خد تقرير من الطب الشرعي وطلع بيه على النيابه وعمل الاجراءات اللي من شانها انه ياخد حقه منك. ماذا هتفعل انت قدام ده يعني؟ اولا مدير النيابه كلمني وقال لي في تحقيق، توجهت عليه على طول وحقق معايا، مفيش اي مشاكل، لان انا عارف نفسي. بس انا اللي عايز اقوله او اوصله للدكتور، كان اختياره خاطئ للضابط الذي افترى عليه. طيب بقول لك ايه يا سياده الرائد، هو اكيد سال بعد كده مين شهاب جابر. طيب اسال بس عني. طيب سياده الرائد، انا عمري معلش عمري ما افتريت على مسلم، عمري ما افتريت على اي شخص عادي بفحص البلاغ. طب هو ازاي يعني انا مش عايز بس اقول كلمه، يعني انت ازاي طلع له في جسمه كده اللي احنا شفناه على الشاشه ده؟ نعم فندم. يعني اللي في جسمه، الاثار اللي في جسمه الله اعلم، انا بقول لحضرتك الله اعلم، وعشان كده انا هعرف برضه. طب انت عندك كرابيك في الاسم؟ في تحيات في الكرابيك يا استاذ ناصر، احنا دلوقتي انا اقول لحضرتك على حاجه برضه، احنا من واقع حضرتك مصري مش غريب وكلنا مصريين. كان في الماضي ضابط الشرطه مفتري، الان ضابط الشرطه يفترى عليه، ومحدش يقدر ينكر زياده عن كده. هو دي الحقيقه، هي دي الحقيقه يا استاذ ناصر، وحضرتك عارف. كان في الماضي ضابط الشرطه مفتري، الان ضابط الشرطه مفترى عليه.
انا هقول لحضرتك بصراحه، احنا مش هنكذب على بعض. انت حضرتك كان يعني بص حضرتك في الماضي ايا كان ضابط الشرطه دائما هو المفتري، وحضرتك اي حد يقول لك ان ضابط الشرطه حتى لو هو بريء كنت هتصدقه وتقول ايوه ضابط الشرطه هو المفتري. والله لكن دلوقتي حضرتك ضابط الشرطه مفترى عليه دائما دائما. والله طب ما هو انا عايز اقول لك حاجه، بص انا ممكن اتفق معاك في نص الجمله، بس عايز اقول لحضرتك برضو ما انتوا خلعتوا ايديكم من الحكايه برضو لدرجه الناس بتاخد حقها بايديها دلوقتي. لا 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 انا هقول لحضرتك على يا استاذ ناصر، اتفضل. انا هقول لحضرتك انا عندي الاسبوع ده 3 حوادث قتل، ويمكن حضرتك سمعت منهم اهم حادث في اسيوط وهو الله يرحمه فهد فيصل، كان ضابط طيار وقتل في يعني شارع كبير برضه في اسيوط، مش هقول شارع صغير. الحمد لله الحمد لله مجهودنا فيه احنا عشان انا بس اللي طالبه من حضرتك يا سياده الرائد انه تليفون القناه او محمد الجزار زميلنا رئيس التحرير معاك ساعه ما توصل لحاجه في القضيه دي. انا احب اظهر والله، عشان اقول لك بس عشان تبقى بامانه، اذا كان معاذ هو اللي خد الحكم يبقى هنظهره، اذا كان حضرتك يبقى هنرد لك حقك. بس احب نواصل معاك ده للنهايه، يعني احب اواصله معاك للنهايه، اعرف النيابه والقضاء قال ايه في ده. هل معاذ افترى؟ هل حضرتك فعلا ضرب؟ ما اعرفش وانا ما اقدرش احكم، بس حضرتك رديت رد منطقي، وهو اتهم حضرتك اتهامات يعني انا مش عايز اقول خياليه، بس يعني فيها ضرب وبتاع. معلش يا استاذ ناصر، انا استاذ سيادتك كلمه، معلش هطول على حضرتك ثواني. هل تعتقد في ضابط يضرب حد بكرباج في الشارع في هذا الزمن؟ ده سؤال لحضرتك مش لاي حد، تمام؟ ده حاجه في عدم معقوليه تماما في الكلام. ليه؟ ثانيا انا اوجه له برضو عده اسئله يا ريت يجاوب هو عليها لحضرتك، مش عايز انا. اتفضل. ليه افتكرني بعد 4 ايام؟ ليه افتكرني بعد 4 ايام؟ انا ما اعرفش تمام؟ انا ما اعرفش بس خليني اقول لك. ما اعرفش النقطه دي. النقطه الثانيه معلش انا بطول على حضرتك وواخد وقت حضرتك، بس لازم اخد حقي معلش في البرنامج مع سعادتك. والله حضرتك في 11 شخص، ليه 2 قدموا الشكاوي وال9 لا؟ ده سؤال منطقي برضه. انا بطلب من حضرتك بقى شهاده ال9. طيب ده سؤال، انا بطلب من حضرتك شهاده ال9. ده سؤال منطقي جدا والله. واطلبهم في النيابه برضه لشهاده ال9 الاخرين. يعني انا معلش هم من زمايلي، لو انا مش هطلبهم. لا انا مش كده ضدي، ما احنا لازم نتكلم بعقل يا استاذ محمد. انا معاك والله، انا معاك، وانا هسالك السؤال بقى اللي بتساله النيابه دايما، هل لديك اقوال اخرى يا سياده الرائد؟ شكرا سياده الرائد شهاب جابر، اشكرك جدا، واتمنى ما تكونش الحكايه زي ما حكاها معاذ عطيته. سياده الرائد شهاب جابر رئيس مباحث قسم اول اسيوط، بشكر حضرتك جدا، وده كان زي حق الرد. امبارح سمعنا معاذ، النهارده سمعنا الرائد شهاب، والله وفعلا زي ما قال الرائد شهاب احنا حاولنا نجيب معاذ على الناحيه الثانيه، بس ممكن يكون مشغول في حاجه عشان ما نظلموش، انما ما بيردش. يعني حاولنا بس ندخل الاثنين مع بعض، لكن معاذ ما بيردش، ربما عنده عذره وربما عنده سبب هيفصل في الاخر، ده قضاء. خلاص خلصنا من القضيه دي بقى، خش بقى على القضيه الثانيه، عشان انا معايا شفيق. اللي مستني شفيق، اللي عنده عسر هضم وعايز حاجه لشفيق يستناني بقى، عشان انا جاي يا زيزو لشفيق. المهم، هيئه مفوضي الدوله ترفض او توصي برفض دعوه المطالبه بعزل الرئيس مرسي. كان في حد محامي اقام دعوه، كان اسمه محمد محمود، اقام دعوه قضائيه طالب فيها بعزل الرئيس مرسي من منصبه رئيس الجمهوريه مصر، لانه لم يؤدي ما اقسم عليه اليمين من استقرار البلد وحفظ الامن اثناء الازمات. تقرير المفوضين رفض الدعوه اللي كانت مطالبه دي لعدم الاختصاص الولائي لمجلس الدوله بنظر الدعوه. ده خبر كان سريع بسرعه. كان خبر النهارده عن مسيره عمال هتطلع من السيده زينب. انا معايا الاستاذ اسلام سعيد هيقول لنا ما هي اخبار. استاذ اسلام سعيد صاحب اليوم السابع، مساء الخير يا فندم. مساء النور. اخبار المسيره بتاعه العمال النهارده ايه؟ نعم، انطلقت اليوم مسيره من مسجد السيده زينب متوجهه الى مجلس الشورى في اطار احتفالات بعيد العمال، وكان يقودها القيادي العمالي كمال ابو عيد، تمام، رئيس النقابه المستقله للعاملين، والتي كانت تطالب باستقلال المهنه العماليه، تمام، والمطالبه بعدم فصل العاملين تعسفيا واعاده فتح المصانع التي اغلقت، وهي حوالي 4000 مصنع
واطلاق الحريات في عمليه تكوين النقابات للتعبير عن اراء العمال. كويس يا استاذ اسلام، عايز اسالك بقى كان عددهم قد ايه العمال اللي طلعوا؟ المئات، يعني لا يمكن تقديرهم الا بمئات. وبعدين من المتضامنين معه. اتفضل. ليسوا عمال فقط، ولكن عدد كبير من المتضامنين معهم، منهم عدد من معتصمين، عدد من الذين كانوا يتواجدون دائما بميدان التحرير. ايوه. والباقي من العاملين بالمصانع المختلفه. ما فيش بقى قيادات معارضه كبيره كانت في المظاهره او المسيره؟ كمال ابو عيسى فقط. كمال ابو عيسى بس الاقطاب الكبيره فقط طبعا. ولكن لم يحضر حمدين صباحي او اي من قيادات جبهه الانقاذ. كان في كلام يا استاذ اسلام على مسيره هتطلع من محطه مصر لابسه افرولات وكده، هل ده حصل؟ مسيره منين؟ من محطه مصر. لا لم تصل الى ميدان التحرير او الى مجلس الوزراء او الشورى اي مسيرات الا مسيره السيده زينب، ووصلت بعد ان وصلت الى الشورى قدمت الى ميدان التحرير وهي متواجده حتى الان. باقي منهم عدد قليل جدا في الميدان وباقي العاملون انصرفوا الى بيوتهم. استاذ اسلام سعيد الصحفي بجريده اليوم السابع، بشكرك جدا يا فندم. كويس يعني تمت على خير، بس موضوع الافرولات ده انا برضو كنت معلق معاه، يعني كان نفسي اشوف الافرولات ده يجيبوها منين، وهل في عمال دلوقتي بيلبسوا افرولات؟ كان في مسيره هتطلع كده يعني، بس يظهر ما لقوش الافرولات فما طلعتش. القبض على عبد الله بدر بالعاشر من رمضان لتنفيذ الحكم الصادر ضده. القت مباحث الشرعيه القبض على الاعلامي ومقدم البرامج بقناه الحافظ الفضيع عبد الله بدر اللي صدر ضده حكم قضائي بالسجن لمده عام في قضيه سب وقذف الفنانه إلهام شاهين، وذلك اثناء تواجده بمدينه العاشر من رمضان. وخلاص الاخبار الاخيره انه وصل دلوقتي سجن ترى عبد الله بدر ووقع على الاستمارات الدخول والحاجات دي، واصبح سجين مسجل برقم في سجن ترى. وسبحان الله يجمع في ترى ما بين عبد الله بدر وحسني مبارك والناس الثانيه. على كل حال بعد كده في مش عارف بيقول لي ايه عبد الفتاح مش سامع. خبر عن احد العمال، بس قبل الخبر ده في سفر نجل احمد نظيف رغم ادراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر. سمحت سلطات مطار القاهره الدولي صباح اليوم بسفر شريف نجل احمد نظيف رئيس الوزراء السابق على الرغم انه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على قرار صادر من الكسب غير مشروع بسفر لدبي لمره واحده فقط وذلك لمده شهر. طبعا برضو خبر انا ما اقدرش اصدقه، يعني مش معقول واحد ممنوع من قوائم من السفر. يعني النهارده الصبح حصل او امبارح حصل موقف غريب قوي، في دبلوماسي الماني دخل مصر من غير تاشيره وصل شرم الشيخ. حصلت مشكله في مطار شرم الشيخ، وحصل انه تم ترحيل هذا الدبلوماسي الكبير في الالماني، وكلموا وزاره الخارجيه المصريه. وزاره الخارجيه المصريه قالت لسلطات مطار شرم الشيخ رجعوه لانه ما خدش التاشيره، لانه في حاجه اسمها اتفاقيه المعامله بالمثل. فمش معقول يعني بنعمل كده مع دبلوماسي الماني ونكلم الدنيا وبتاع وراجل يترحل، وشريف ابن احمد نظيف بيسافر رغم انه على قوائم الممنوعين من السفر. انا طبعا لو انا راجل داقع عصافير هنا هقعد بقى افتي في الخبر ده واقول شوف بقى والداخليه مش عارف بتعمل ايه، لكن صدقوني مش ده الحقيقه. ربما يكون الخبر ده وراءه ما وراء، ربما يكون مصدره مش حقيقي، ربما يكون ما حصلش من ده اصلا الخبر، عشان كده صعب نعلق عليه. واجي دلوقتي بقى مش عارف في خبر عن احد العمال، هنشوف حاجه عبد الفتاح عليه ولا تقرير عن الاحتفاليه بعيد العمال؟ نشوف التقرير ده وبعدين اتفضل يا فتاح هات التقرير. اتفضل. سنوات وسنوات مرت عليه منذ كان في مثل سن صبيته هؤلاء يعمل ويكد يفك ويربط من أجل طموحه أن يمتلك الورشة الخاصة به وأن يتزين بها اسمه الأسطى حسين الكهربائي. أنا الأسطى حسين كهربائي سيارات. بدأت مع الأسطى صامبو، قعدت معاه حوالي 17 سنة، وحياتي بقى بدأت اتعلمت الصنعة ومشيت فيها الحمد لله. أبويا اللي وداني الصنعة طبعا يعني، وأنا الحمد لله يعني كنت قد المسؤولية. للأسرة لدى الأسطى حسين قدسية خاصة، فهو لا زال يذكر حنو أبواه وحبه لهما، مؤمنا بأن الكلمة الطيبة
لا تذهب هباء. والدي متوفى ووالدتي متوفية الحمد لله. يعني أنا متجوز ومعايا 5 عيال، نفس اللي أنا بعمله مع أبويا أولادي قايمين بيه بالظبط. يعني أقوم الصبح جهزوا لي اللبس والجزمة وبتاع ويبوسوا إيدي قبل ما أمشي، نفس اللي أنا كنت بعمله مع أبويا. عيد العمال بالنسبة للأسطى حسين لا يتعدى كونه يوما عاديا، فهو لا يعترف إلا بيوم الأحد أجازته الرسمية. عيد العمال ما باخدش أجازة، بشتغله عادي، باجي الورشة بتاعتي بفتحه وبشتغل. كأي مواطن مصري للأسطى حسين رأيه الخاص في الشأن العام وما تشهده مصر من أحداث سياسية. يقولوا أي ثورة بتقوم في أي بلاد بتاخد وقت يعني، واحنا صابرين ان شاء الله هتبقى خير باذن الله. انا الاول كان في حركه وكان في شغل وكان في صناعيه، النهارده انا مشيتهم يعني، الجو تعبان. وبالرغم من منهكات الحياة فللأسطى حسين كوكب آخر يرنو إليه كل ليلة، كوكب الشرق. انا بحب ام كلثوم. يا حبيبي الليل والسماء والنجوم قمروا. الأسطى حسين وغيره نوع آخر من العمال شقوا طريقهم بالكد والعمل والاجتهاد من أجل شيء واحد، اللقمة الحلال. أحمد النميس، تلفزيون الشعب. كلنا في الحب سوا. أم كلثوم رائعة والله العظيم. دخلت أم كلثوم داخلة على الاستوديو مش مالهاش حل، والهوا منه الهوا. تعالوا بقى نشوف الأخبار، منها الأخبار، لأنه أنا عندي كام خبر كده بسرعة. النيابة تطالب برفع الحصانة عن الزند. تقدمت النيابة العامة اليوم بمذكرة إلى المجلس الأعلى القضاء، المجلس القضاء الأعلى، بطلب لرفع الحصانة القضائية عن المستشار الزند رئيس نادي القضاة. وأشارت النيابة إلى أن طلبها رفع الحصانة عن المستشار الزند يأتي لطلب التحقيق معه في ضوء بلاغات تم تقديمها ضده تفيد أنه دعا للاستقواء بالخارج، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا. هنعلق لما يبقى فيه يعني أكشن، لكن هنا نعلق في اللي بعده. الزند ينطق اسم مبارك بدلا من مرسي. أخطأ المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء الثلاثاء في ذكر اسم الرئيس محمد مرسي، ونطق بدلا منه محمد حسني مبارك. وده كان في مؤتمر صحفي حول نتائج اجتماع المجلس الأعلى للقضاء مع رؤساء أندية الأقاليم بخصوص الأزمة. سألته صحفية المصري اليوم بتقول له حول دعوة الرئيس محمد مرسي للقاء في دار القضاء العالي، فأجاب المستشار الزندي قال: لا شك أن حضور السيد الرئيس محمد حسني مبارك، وهوب وقف وتدارك الخطأ واعتذر مرتين وقال أنا آسف ثم أكمل: لا شك أن حضور الرئيس مرسي دار القضاء العالي، وكمل بقية الجملة. بتوع تويتر بقى وفيسبوك طبعا انتوا عارفين بقى، هو راح بقى ملعبهم. في بقى اللي قال لك ده مستحيل ينسى حسني حبيبه، وقال لك يا عم اصله قال اللي في قلبه، وفي فتة حصلت على المستشار الزند مش هضيف اليها ولا هزود ولا هنقص عشان. لكن نيجي بقى لعصام سلطان. عصام سلطان بيقول ان تهاني الجبالي ارتكبت جريمة بتصويتها في الانتخابات الرئاسية. طب عرف منين عصام سلطان ان السيدة تهاني الجبالي صوتت في الانتخابات وادت لمين؟ ما هو برضه عصام سلطان قاعد مش هيسيبها برضه، ما هي كده قلوب شايله من بعض. فعصام قال لك ايه بقى؟ قال لك يظهر ان هي انتخبت في اول مره حمدين صباحي. الله، عرف منين؟ في الجوله الاولى. في الجوله الثانيه انتخبت ابو الشفاشق. طب هو عرف منين بقى انها ادت لحمدين وادت لابو الشفاشق؟ يا اخ زيزو ده زميلنا والله. قال لك هو في البرنامج مع الاعلامي تقريبا توني خليفه، هي قالت كده او هي ذكرت كده، وقال هو بيعتبر انه ده خطأ، وان الفقره السادسه من الماده الثالثه من قانون مباشره الحقوق السياسيه تنص على وقف مباشره الحقوق السياسيه لاعضاء الهيئات القضائيه.
انا مش مصدق لسبب، لان انا لينا اصحابنا وكلاء نيابه واصحابنا في النيابه والقضاء هم اصلا ما لهمش صوت. يعني برضو انا اذا كان هو سمع هي المستشاره هاني الجبالي قالت كده في برنامج ما او في مكان ما اعرفش هو سمع فين يعني، بس انا اعرف انه الاعضاء الهيئات القضائيه اصلا مش مدرجين في الكشوف. انا اعرف كده، جايز اللي اعرفه انا غلط، جايز انا بتكلم في النرويج. فاذا كانت هي قالت، حتى لو هي ادعت او قالت، فانا اللي اعرفه انه هم مالهمش، يعني هم مش زينا كده بالبطاقه ويروح. يمكن انا عارف غلط، يمكن بعد كده او كان في انتخابات الرئاسه لهم تصويت، او يمكن انا معلومتي غلط. انما هو بيقول ان الفقره السادسه من الماده الثالثه من قانون مباشره الحقوق السياسيه بتقول او بتنص على وقف مباشره الحقوق السياسيه لاعضاء الهيئات القضائيه. واضاف ان المستشاره هاني كسرت الوقف المفروض عليها بمقتضى القانون وخلعت رضاء القاضي، ونزلت الى معترك التنافس السياسي المحظور على القضاء والقضاه، ومارست هذا الحق غيله واغتيالا واغتصابا بليل، ثم عادت في الصباح بعد ان فرغت من جريمتها انا بفتكر احمد لوكسور في الافلام بتاعت لما كان بيعمل نيابه بيوكل نيابه، لتعتلي منصه هي عليها حرام ومنها براء، لتوهم المتقاضين انها الى الحياد تنتمي ولتحقيق العداله تنتوي. ده اللي قاله المستشار او الاستاذ عصام سلطان ضد المستشاره تهاني الجبالي. هو بيقول انها ارتكبت جريمه، هل بقى هتعاقب عليها؟ هل هنرفع عليها قضيه؟ هل الاستاذ عصام سلطان هيقاضي المستشاره تهاني الجبالي؟ هيثبت منين؟ ما اعرفش. انما هو مجرد اعلام وخلاص، خبر اتقال واتقال وخلاص على كده. عشان كده انا ما اقدرش اعلق عليه، لان انا ما اعرفش هل فعلا مستشاره تهاني الجبالي علقت ولا لا. بس انا اعرف ان كان في مستشار كبير في الدوله كان بيحب شفيق، ومره بقول له على حاجه قال لي هذا اختيار يعني صادفه التوفيق كما صادف الذين اختاروا شفيق. انا بتكلم جد، والله العظيم بتكلم جد، ولن اذكر اسم هذا المستشار لانه يعني خليها في التاريخ. المهم يعني ده عصام سلطان. تعال بقى نشوف حبس الناشط احمد دومه 4 ايام على ذمه التحقيق بتهمه اهانه رئيس الجمهوريه. قرر المستشار ايمن الورداني المحامي العام الاول لنيابات الاستئناف بطنطا حبس الناشط احمد دومه 4 ايام على ذمه التحقيق بتهمه اهانه رئيس الجمهوريه في البلاغ المقدم ضده من احد الاشخاص، دي صوره احمد دومه، بطنطا على خلفيه قيامه بسب الرئيس محمد مرسي في مداخله هاتفيه على احد القنوات الفضائيه. كان احمد دومه قد مثل اليوم امام المحامي العام لنيابه استئناف طنطا للتحقيق معه بعد صدور قرار بضبطه واحضاره بتهمه اهانه الرئيس بتصريحات قالها في قناتين فضائيتين. واستغرق التحقيقات حوالي 3 ساعات بحضور عدد من المحامين المتضامنين مع دومه، وتمت مواجهته بما نسب اليه من اتهام وسيدي متضمن اهانته لرئيس الجمهوريه في غضون شهر فبراير الماضي، وده خلال مهاتفه او مكالمه هاتفيه، انه اتهم الرئيس بانه فاقد مش عارف ايه، مش عايز اقول نفس الكلام تاني عشان ما يبقاش ده، وصدر قرار بحبسه 4 ايام على ذمه التحقيق. انا معايا الاستاذ حافظ ابو سعده رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان. استاذ حافظ مساء الخير يا فندم. اهلا، مساء الخير حضرتك. ازي حضرتك؟ استاذ حافظ، ايه تعليقك على حبس الناشط احمد دومه 4 ايام على ذمه التحقيق بتهمه اهانه الرئيس؟ والله اولا يعني عايز اقول لحضرتك ان حكايه تهمه الرئيس دي تقريبا عقوبه او جريمه انتهت من العالم كله، ما بقتش عقوبه، يعني ما بقتش جريمه يوقع عليها عقوبه، لانه تقريبا حتى هذه اللحظه لا يستطيع احد ان يحدد ما هي الاركان جريمه اهانه الرئيس، وايه هي الالفاظ اللي تعتبر اهانه والفاظ لا تعتبر اهانه. يعني انت لما تقول فاقد الشرعيه او لديه شرعيه كامله، الموضوعين دول يعني قانونيين، يعني تقدر تقولهم وانت معارضه او انت مؤيد. لو انت مؤيد هتقول لديه شرعيه كامله، لو انت معارضه هتقول ليس لديه شرعيه، وبالتالي لا يمكن تعريف جريمه اسمها اهانه رئيس الجمهوريه. لا، طب خليني اسال حضرتك سؤال. يعني انا لو شتمت الرئيس باهله ابقى ما كده ما بتعرضش لسب الرئيس يعني؟ لا استنى بس، ده اقول لحضرتك دي جريمه سب وقتل. لا خلينا نتكلم، مش تهمه اهانه رئيس. لا مش تهمه رئيس، لانه الرئيس واسرته وابنائه وزوجته لديهم نفس الحمايه المقرره في القانون للاشخاص العاديين، اللي هي انه السب والقذف بتعريف الجريمه. لكن فقد شرعيه وحاجات دي مش اهانه. كل الكلام السياسي حضرتك طيب يعني طيب بس هو قال يا استاذ حافظ، هو قال مش بس فقد شرعيه، قال ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العداله. كل ده ياتي في اطار الكلام اللي يترد عليه، بمعنى لا مجرم. متهم. لما اقول الرئيس مجرم
لا ايوه، ما هو انت بتتكلم على شخص بيعتبر ان الرئيس متهم بقتل المصريين. ده معظم الفقهاء بيتكلموا فيها، انه نفس التهم اللي وجهت للرئيس مبارك توجه للرئيس مرسي. انا مش منضم ولا غير منضم، بس بقول لحضرتك انه هذا في اطار النقد السياسي الحاد الذي يمكن ان يستخدم عبارات استاذ حافظ، انا بس يرد عليه ازاي بقى؟ يرد عليه ببيان، بقول، بناس تطلع ترد، بس انما تحدث ده كلام مش معمول يعني يا استاذ حافظ، يعني لما اقول على الرئيس دلوقتي وانا قاعد في القناه دلوقتي، لو افترضنا عشان بس ما اروحش ده انه مجرم، هل ده مش اهانه؟ لا طبعا انا بقول لحضرتك لانه ايه هي اركان جريمه الاهانه؟ ان الوصف يعمل ايه؟ يعني مجرم، انا بقول على واحد مجرم. في السب مثلا، في السب انت بتتكلم على جريمه محدده لها علاقه بانه تحقير الشخص بين اهله وعشيرته واسرته وكذا. انما انت بتتكلم على خلاف سياسي مع نظام حكم، تستطيع انك تقول. انا عايز اجيب لك، لو جبت لك الفاظ قيلت لتوني بلير، وقيلت لشيراك، وقيلت لإزنار من اسبانيا، وقيلت في بوش في امريكا، لا يعني ده في بالذات ان القائد السياسي عنده قدره للرد على فكره، وعنده مساحه اوسع بكتير. يعني لو ده مثلا اتكلم في قناه، لو الشخص اتكلم في قناه يقدر يشوفه مثلا 10,000 واحد، الرئيس يستطيع انه يطلع تصريح هيشوفوا ملايين. امال الاستاذ محمود سعد والاساتذه كانوا بيتحاكموا على ايه لما كان حقق معاهم 5 6 ساعات؟ راينا ان كل الكلام، عشان كده الرئيس سحب. ما هو الرئيس ليه الرئيس سحب الاعلانات وليه البلاغات؟ لانه الرئيس بقى يعني قدام الراي العام الدولي بقت مصر من الدول التي تعد في القائمه السوداء لحريه الراي والتعبير. انت الرئيس او السلطه الرسميه في الدوله تستطيع انك انت تنتقدها باوسع مدى من النقد. طيب وحتى والحده، ولكن ولا يتعاقب على هذا، لانه العقاب على هذا من الازمان الغابره بتاعت السلطه الاستبداديه كذا. انما انت بتتكلم على رئيس بينتخب ويعبر عن رايه، في ناس بتأيده وتقعد تناقشه وتقول له كلام حلو كتير، ولازم يبقى في ناس كمان بتعارضه وتقول له كلام تاني. لكن ما فيش حاجه عندنا في القانون، تهمه عندنا في القانون اسمها تهمه موجوده اسمها اهانه الرئيس. لا موجوده، لا في القانون العقوبات موجوده، بس انا بقول في العالم كله. لا ما لناش دعوه بالعالم بقى، ما انا سيبك من العالم، ما احنا برضه لا في مصر في مصر في دي ودي بتبقى ايه بقى؟ يعني بيوصل فيها لايه المتهم؟ يعني بياخد حكم ايه؟ لا المتهم ياخد عقوبه الجنايه، يعني لانه هو بيعتبر ان هو سب رئيس الجمهوريه، اهانه. طيب يا حافظ بيه، طب ما انا يعني معنى كده انه في اذا عندي في القانون العقوبات تهمه اسمها اهانه الرئيس، انت يعني موجوده. أيوة، انا بقول لحضرتك ان دي من العقوبات او من التهم التي انتهت في العالم كله. يعني انا عارف، عشان كده بدات هذا الكلام، لانه موجوده زي حبس الصحفيين والاعلاميين. احنا ضد حبس الصحفيين والاعلاميين لان ده موجود في القانون العقوبات، فيه اكثر من 18 ماده تحبس الصحفي والاعلام. احنا عايزين نلغي هذا الكلام بالكامل. لكن هل هذا يمنع الحق في التعويض؟ لا يمنع الحق في التعويض. ازاي بقى؟ يعني اقصد لك ده اللي احنا بنقول عليه استبدال بقى، انه اذا لم يستطيع الاعلام او الصحفي او الكاتب اثبات ما يقوم به او ما قاله في الشخصيه السياسيه كويس، يستطيع انه يعود اليه الشخص السياسي بالتعويض المدني. ده اللي متبع في العالم، وده افضل من فكره حبسه واهانته او غيره. طبعا انا الحبس والسجن انت تعاقب الصحفي او الاعلامي، او لانك انت كمان في نقطه عايز اقول لك مهمه جدا، انه الاعلامي او الصحفي او السياسي بتبقى افتراض حسن النيه وتوخي المصلحه العليا للدوله احد اهدافه في النقد السياسي. تمام. وبالتالي ما هوش يعني الراجل مصر او متعمد يهين او يسب يشتم من الشخصيه السياسيه. بيرتكب جريمه يعني لانه عنده قصد جنائي لارتكاب هذه الجريمه لا، ده هو راي، هو بينطلق من حرص على المصلحه العامه. وحضرتك شايف يا استاذ حافظ ان احنا يعني يجب ان نلغي هذه الماده من قانون العقوبات ونستبدلها بفكره التعويض المادي. التعويض المدني ده اللي حصل في العالم كله يعني. وحضرتك واقف مع احمد دومه، او يعني في منظمات حقوقيه مؤيده او متضامنه مع احمد دومه؟ انا قصدك حاجه مع الاعلاميين، مع محمود سعد، مع الابراشي، مع ابراهيم. ما خلاص، ما الرئيس اتنازل، مش كده؟ مش الرئيس اتنازل عن كل القضايا دي ولا لا؟ في حاجات الرئيس كان عامل فيها بلاغات، وفي حاجات محامين محب الرئيس كالعاده عاملين بلاغات يعني قضيه الرئيس نفسها دي خلصت، بتاعت محمود سعد ووائل الابراشي. هم 24 بلاغ تقريبا، ال 24 بلاغ اللي الرئيس قدمهم دول سحبهم، لكن فيش زيهم بلاغات اخرى. يعني ابراهيم عيسى مقدم فيه، محامين يعني وائل الابراشي محامين مقدمين فيه، محمود سعد، وهكذا. ففي ايضا اخرين قايمين بهذه المهمه. لذلك احنا مهمتنا تعديل النصوص القانونيه عشان ما يبقاش في امكانيه لتهديد للاعلامي او الصحفي، لان القيمه او الناتج المهم جدا اللي بيلعبه الاعلام
والصحافه في الحقيقه مفيد للدوله وللسياسه العامه للدوله اكتر بكتير من مشكله انه يبقى في سب هنا او في تجاوز هناك او كذا يعني. واذا قلت تعويض هذا الامر او يعني ملاحقته تكون بالطريق المدني وليس بالطريق الجنائي اذا حدث. ليه؟ لانه حريه الراي والتعبير وحريه الصحافه وحريه الاعلام هي جزء من حركه الحياه او من حركه المجتمع. لا، ده بتعزز الشفافيه وبتعزز المحاسبه وبتعزز نقاء السياسه العامه للدوله. بالظبط. انا مؤيد حضرتك استاذ حافظ ابو سعد رئيس المنظمه المصريه لحقوق الانسان، بشكرك جدا واتمنى والله الكلام اللي حضرتك بتقوله ده يعني محترم، وكلام اتمنى انه يعني يفعل، لانه فعلا الواحد دلوقتي ممكن يتسجن وهو اخطا او لا يعني ما اعرفش. طيب نخفف شويه قبل ما نخرج، لان انا عندي الدكتور حلمي الجزار وانا لقيت ناس مستقبلاني اول ما عرف النهارده معايا الدكتور حلمي الجزار. ناس قالت لي اساله بقى اسئله، سيد مقبول قال لي اساله على مصر فين، ناس قالت لي قول له فين ال100 يوم. الناس مستعده قوي للدكتور حلمي الجزار، وانا راجل صدره واسع وبيعرف يستقبل كل الاسئله. انا عندي كمان سؤال هخليه له مفاجاه، ناس كتير قوي حلفتني اساله له وانا كل مره اقابله انساه. ايه حكايه دول شاهين من الموضوع اللي كان في شرم الشيخ؟ هساله ولما يقعد هنا يقول لي. انا قلت اهو عشان ما انساهوش، والنبي لو حد قاله يا زيزو او انا نسيته قول لي، لان انا ممكن انسى والناس يقول لك ما سالوش. شفت؟ شرب شاي بالياسمين. مش حقيقي. هساله. خليني بقى اخرج لفاصل فكاهي، ولما تسمع فاصل فكاهي ما اقصدش عادل امام وعبد المنعم مدبولي ونجيب الريحاني، اقصد شفيق يا راجل. بيقول الشاطر اشترى فيلا ب30 مليون جنيه. هو الشاطر يقصد خيرت الشاطر، وهو شفيق اتفقت مع طنطاوي على بقائه في منصبه عاما ونصف اذا فزت بالرئاسه. قال شفيق في حواره مع مين؟ مش دي المهم. تخيل لما يبقى معاك يا راجل في كادر واحد يا زيزو كده علمين، مصطفى بكري وشفيق. تخيل تبقى قاعد جنب ولادك ويطلع عليك كادر فيه مصطفى بكري وشفيق. يا حظك يا سعدك، ده كادر عالمي، ده ياخد جايزة أحسن كادر في التاريخ. مصطفى بكري المناضل العظيم اللي هعمل لكم حلقة عليه وعلى مقالاته قبل وبعد، لأني سبق زمان عملت حلقة من سنة عن مصطفى بكري ومجدي الجلاد قبل وبعد الثورة، مقالاتهم مع جمال مبارك، وإزاي بعد الثورة عمل إيه بقى مصطفى بكري. أول حاجة عملها بعد الثورة قدم بلاغات في مبارك. أنا هجيب الكتاب زي ما هو، الكتاب اللي بسببه قعدت سنة في بيتنا بسبب مصطفى بكري، هعمل له حلقة. إنما قاعد بقى مصطفى بكري بيعمل حلقة مع شفيق على قناة النهار، وما أدراك ما قناة النهار. بيقول إن الشاطر ومالك اللي هو حسن مالك كانوا مفلسين لما خرجوا من السجن واتخانقوا مع بعض، ضربوا بعض يعني على محل اسمه استقبال في سيتي ستارز، وأجروه ب150,000 جنيه في الشهر من صاحبه، حتى إن كل منهما كان يجلس ويأكل منفردا بعد مواعيد الزيارة. فكرتني بالكاتب الكبير اللي انتوا عارفينه، اللي بيحب يكتب حادثة قد كده يكتبها في صفحة. المهم يعني هو شافهم بقى لما اتخاصموا مع بعض وياكلوا كل واحد منفردا، وبعد 48 ساعة من خروجهم من السجن ظهرت عليهم أو عليهما مظاهر الغناء الفاحش، واشترى مالك اللي هو حسن مالك منزلا في التجمع الخامس ب30 مليون جنيه، وجاره يقول إن عربيات مرسيدس من أكبر الأحجام والأنواع كانت بتقف أمام منزله. أي كلام زي زمان كده لما طلعوا على الملك فاروق إن كان عنده حمام سباحة خارم فيه شبابيك من تحت عشان يبص للستات وبتنزل تعوم. لما جت الثورة بقى وشوفنا حمام السباحة ده ما لقيناش فيه خرم غير بتاع المية، قال لك فاروق كان بيعمل شبابيك كده ويقعد يتفرج على الستات وبتاع ومش عارف. المهم نكمل مع شفشة. بيقول وقبل الانتخابات ب3 أسابيع قلت أنا للمشير طنطاوي، أنا متخيله بقى بنضارته وبالساعة بتاعته اللي بيقول إذا حدث وجئت رئيسا للبلاد فأنا سأقترح استمرار سيادتك في منصبك كقائد للقوات المسلحة لمدة عام ونصف تقريبا، لأن المرحلة حرجة وتطلب وجودك لهذه الفترة على الأقل، وكنت سأقترح عليك أن تخليك عن الفورمة الخاطئة بوجودك في مجلس الوزراء. وكان طنطاوي متفق معايا في الرأي. أكيد دي حلقة كوميدية عملها مصطفى بكري المناضل الناصري مع شفيق. الراجل ده عايز حلقات مننا لدرجة ان الجزار بيقول لي محمد الجزار بيقول لي نفسي اجيبه لك في مرة ضيف. يا راجل ده انا شفته مرة ما قدرتش اسلم عليه بصراحة اثناء انتخابات الرئاسة. يعني كنت احترم كل اللي ترشحوا للرئاسة
حتى بيليا اللي كان دخل ده في مره وبتاع، انما شفيق كان استحاله يعني اسلم على شفيق. شفيق يا راجل اسلم عليه. على كل حال ده اللي قاله شفيق. اخر خبر اقوله لكم، مصر تنسحب من اعمال اللجنه التحضيريه الثانيه لمؤتمر عهد حظر انتشار النووي. وانسحبت مصر لانها شافت انه بصراحه المنطقه ما بتتنفذش الحد من الاسلحه على كل الناس، ونقصد اسرائيل طبعا اللي كان مضى عليها مبارك جاري وعمل مؤتمر هزار كده مهرول فيه ومضى، واسرائيل رفضت تمضي واحنا تخلينا عن الاسلحه النوويه. محمد محسوب بيقول ان تخلينا عن المؤتمر ده وعن المعاهده دي وانسحابنا منها ده تصرف دول كبيره، وانا بايد الدكتور محمد محسوب. لكن عايز اقول لكم تخيلوا معايا انت يا زيزو، تخيل شفيق مع مصطفى بكري. يا نهار اسود على الكوميديا. ما اعرفش ليه بتخيلهم قاعدين لابسين قمصان هواي وضاربين شورتات بيضه كده، وكل واحد فيهم في ايده سجار، بس مصطفى بكري مش في ايده سجار، في ايده اي حاجه تانية. انما ممكن صباع منبار، ممكن حاجه يعني برضو لازم توظف الاكسسوار يعني. والاثنين قاعدين على في جمصه او اقول لك في راس البر، والاثنين ضاربين بقى حاجات مغشوشه وقاعدين يتكلموا على خيالات علميه، على دوله ما هياش دي. الناس دي يا جماعه بجد لازم نجيب لهم حد مخرج كوميديان يخرج لهم البرامج دي، لانه فعلا ما ينفعش يجي زيزو وعبد الفتاح خضر ومحمد طه وماجد عبد الله يخرج لهم البرامج دي. لازم ناس تانية، لازم يجي واحد بقى بديكور وملابس ومكياج ويلبسهم الطواقي القش دي ويقعدوا بقى وكل واحد معلق سلاسل والحاجات دي، وتيجي مش عايز اكمل عشان ما اروحش في داهيه يعني. خليني في الفاصل عشان الدكتور حلمي الجزار، محمد الجزار اللي مش قريب حلمي الجزار بيهددني بيه كل مره يقول لي الدكتور حلمي الجزار جاهز حلمي الجزار. فاصل وهستناكم مع الدكتور حلمي الجزار والحديث عن دولي شاهين واشياء اخرى. فاصل وهستناكم. اهلا بيكم مره تانية ومعايا الدكتور حلمي الجزار كالعاده. كل يوم اربع معانا الدكتور حلمي الجزار. اتمنى انه ما يكونش ده الاربع الاخير ليا. ليه؟ انت انا بتمنى بس. بتتمنى. طب تدعو الله عز وجل يا رب فإن والله. الامر بيد الله وليس بيد البشر. يا رب والله. بس انا برحب بحضرتك وسعيد انك حضرتك معايا، وعايز قبل ما انا اسال اسئلتي انا نسال الاسئله. لما انا قلت النهارده معايا الدكتور حلمي الجزار وكل مره انا بيبقى نفسي اسالك ايه حكايه دولي شاهين؟ نبتدي بدولي شاهين بالسخن على طول. ايه حكايه دولي شاهين بقى؟ يا سيدي، جالي دعوه من محافظه البحر الاحمر للمشاركه في مهرجان تنشيط السياحه بمناسبه العيد القابل لمحافظه البحر الاحمر، فتوجهت الى مدينه الغردقه. كويس. كان فيها حفلتين، حفله صباحي او مؤتمر صباحي وحفل مسائي. المؤتمر الصباحي مؤتمر يعني كلاسيكي، المحافظ، وزير البيئه، بعض رموز الاحزاب، حزب الوسط، حزب الحريه والعداله وغيرهم، وبنكلم الناس والقعده. كويس. خلص الصباحي بلا مشاكل. كويس. كان في قالوا لي فنانه اسمها غاده ابراهيم، انا اتلخبطت، سالتني سؤال: وجودك النهارده يعتبر مصالحه للسياحه والاهل الفن؟ قلت لها لا، في المؤتمر احنا لسه في المؤتمر. قلت لها وجودي مصالحه لكل اهل مصر، لان احنا المفروض ننفتح على كل اهل مصر. كويس. خلص الفتره الصباحيه، جت الفتره المسائيه، قالوا حفل فني وهنعمل فيه افتتاح لاكبر طاجن ام علي هناك. بقى يعني سياحه وده تمام. السيد سكرتير عام المحافظه وانا توجهنا للايه عشان نفتتح هذا الطبق ام علي، وكل واحد اتكلم على ومشينا. قعدت بتاع ربع ساعه كمان وانطلقت ومشيت بقى خلاص. لا ومشيت. لا الحكايه ناقصه. لا انت متصور معاه؟ لا، هاتها لي. عايز الصوره دكتور حلمي. عايز الصوره. طب ادي واحد، سيبك من الصوره دلوقتي. هات لي الصوره. طب كان في شعار الاخوان المسلمين جاي لك، في حاجه اسمها تحت رعايه، في 10 شركات سياحيه وكان فيها شعار الاخوان المسلمين، الحريه والعداله. الحريه في رعايه اسمها رعايه معنويه ورعايه ماديه. كويس. الشركات السياحيه بتدفع فلوس عشان المهرجان. كويس. والرعايه المعنويه، حزب الوسط كان موجود، حزب البناء والتنميه كان موجود، حزب الحريه والعداله كرعايه معنويه فقط. يعني ايه رعايه معنويه؟ يعني ان احنا بنحب ننشط السياحه وعايزين السياحه تعود افضل مما كانت. طيب ماشي، هنعدي دي يا دكتور حلمي. طيب بعد كده رحت مستاذن من السيد محافظ. لا، مش ما كانش المحافظ، كان سكرتير عام المحافظه. ايوه. ورحت لقاء حزبي اخر في مقر حزب الحريه والعداله. انت متصور مع دولي شاهين؟ عايز اشوفها بقى، نفسي اشوف. انا اولا ما اعرفش دولي شاهين ولا اعرف شكلها. طب بلاش يا دكتور حلمي، ما تصورتش معايا ست.
طب انا بتصور في كل المؤتمرات مع ستات وفي مجلس الشعب مع ستات مع كل حاجه. يعني جات لك ست كده قالت لك ازيك يا دكتور حلمي انا ممكن اتصور مع حضرتك مثلا يعني؟ لا ما اعتقدش ان دول شاهين اولا ما اعرفهاش، ما اعرفش ايه شكلها ايه اصلا. ماشي طيب خلاص بس اتصورت مع ستات. لا ما هو الصوره مع الستات حرام. لا انا بسالك، انا بالنسبه لي حلال جدا. لا انا يعني مثلا انا لما اروح مؤتمر وناس عايزين يتصوروا معايا، سكرتيرة ما اعرفش ايه، موظفه فين، مش عارف هو لا انت مين وسالك اسال سؤال يعني ما بتمانعش؟ لا امانع في التصوير. طيب ما احنا بنسال على التصوير. لا امانع، لا امانع احنا في التصوير. التصوير لا امانع في التصوير. طيب والله اصل تقول انت متصور مع دول شاهين، نفسي لا اعرف انا عايز اعرف عشان حكايه دول شاهين. انا ما قلتش اكتر من التصوير. الطريف ده انا اقول حاجه طريفه قوي. بعد ما رجعت من القاهره الدكتور عصام العريان بيقابلني يقول لي يا حلمي يا بختك دول شاهين. انا ذهني مش مركز. انا فاكر كان في عالم بتاع الاستنساخ معلش عامل حاجه كان عامل حاجه اسمها قلت له ايه دول شاهين؟ قال لي دول شاهين يعني الممثله او المغنيه او المطربه. تمام. قلت له يا ابني ولا اعرف حاجه. فبيهزر لي مش كنت تاخدني معاك يا حلمي؟ انا قلت لك ايه؟ قال لك يا بختك. تمام بيهزر يعني. تمام وبالتالي انا لا ادري لكن هو اهو. طب اذا انت عرفت، طب عرف مين الدكتور عصام؟ لان اتحط على الفيسبوك صورتك مع دول شاهين. لا صوره بتاع البادج الحريه والعداله في الحفله اللي انا مشيت منها بعد حوالي ربع ساعه. لكن ما شفتش دول شاهين على المسرح بتغني خالص ولا كنت تعرف البرنامج خالص ولا اتصورت مع دول شاهين ولا صورت مع دول شاهين. ولو طلعت صوره اشوفها فرصه اعرف فيها مين. انا ما اعرفش صورتي. طيب صادف مثلا وقتها في ستات لطيفه كده قالت لك ممكن تتصور يعني معاها؟ لطيفه مش لطيفه تعرفهم انت. انا بيجي الناس اعرفهم بيقعدوا بيقعدوا صوره اقوم واقف كده باص للكاميرا وناس ايوه ما ده السؤال بقى يا دكتور. ايوه يا دكتور يعني جت ستات لطيفه في الحفله دي؟ انا ما اعرفش بقى لطيفه ولا مش لطيفه، انا شرفني. جت ستات اهو كده انت اللي تقول لطيفه، انا ما اعرفش. اي حد عايز يتصور جت ستات قالت لك ممكن تتصور. اكيد ما اتصورتش مع دول شاهين بين قوسين دول شاهين. اشمعنى انت عارفها بقى؟ لاني لو كنت صورت معاها لو كنت صورت معاها كانوا يقولوا لي دي فلانه ما دام مشهوره كده ومعروفه. محدش قال. انت كان معاك حد وقتها؟ كان معايا حد ناس يعني اصحابك او بتاع؟ اصحاب حزب الحريه والعداله هناك في البحر الاحمر. واكيد فيهم حد يعرف دول شاهين او لا بس او لا ما كانوش. لكن يعني مثلا كان فيه برادلي مدير فاتصورت معاه مثلا. مفيش مشكله برادلي اقول لك يعني المترجم اللي معاه زوجة برادلي كانت موجوده معاه. بس بعض الناس اصطادوا لك الحكايه دي قال لك اهو انا عايز اشوف بقى ادي الناس اللي عامله نفسها مش عارف. علقوا على وجود البادج اللي هو الرعايه وعلقوا على وجود البادج قال لك ان الحريه والعداله اهو بيرعى. لكن انا بقول بوضوح ان الحريه والعداله مع تنشيط السياحه وعوده كان دعم معنوي ليس اكثر. طيب بيسالك احمد شيكو لما انا طلعت قلت ان معايا الدكتور حلمي الجزار بيقول لك ممكن تساله. بيقول لي انا هم عملوا ايه لمصر وفين خطه ال100 يوم وليه بيفرقوا كل الشعب المصري، وتسألوا عن أخوانة الدولة وفشل الرئيس وإن كل الناس بقت ضده من إعلام لصحافة لمحاماة لقضاء. مستني إيه تاني؟ طيب يعني احنا ده رأيه وجهة نظر، ده وجهة نظر، لكن نقول ماذا قدم الدكتور مرسي كويس لمصر. كويس. حاجتين مهمين جدا. إيه بقى؟ إنهاء الحكم العسكري أو مشاركة العسكر في السلطة، ودي قعدت بلاد زي تركيا سنوات بل عقود من الزمن حتى تتخلص من سطوة الجيش في الأمور السياسية. دكتور مرسي بعد حوالي عدة أسابيع من 30/6 ل 12/8 يعني بتاع 5-6 أسابيع كده، وأنهى نفوذ تاني عشان ما حدش يزعل. نفوذ المؤسسة العسكرية على القرار السياسي. طب ما النهارده ولكن تبقى المؤسسة العسكرية طبعا في مكانها وفي يعني برجها العالي طبعا. العاجي كمان. دي نقطة مهمة جدا. طيب بس خليني اقول لك بس النهارده الفريق احمد شفيق بيقول انه كان متفق مع المشير طنطاوي انه هيمشي بعد سنة ونص. مين اللي كان متفق؟ مين؟ احمد شفيق. ده شفيق اللي كان متفق. انا بيقول انه لو كان جه رئيس جمهورية كان هيقعد سنة ونص يمشيه. لا الدكتور مرسي ما كانش ما اتفقش، وجد امور يعني اقصد اقول لحضرتك ان العسكر كانوا هيمشوا يعني. بس بعد قد ايه؟ سنة ونص. بصرف النظر بقى ده افترضنا الصدق في الكلام. ده افترضنا. ده حضرتك ما شاء الله يعني قلت كلام عظيم جدا يعني. لا ده رأيي قبل ما اقابلك. ده رأيك. هو بقى هتغيره؟ مش هتغيره. هو تمام. اوكي. النقطة الثانية المهمة جدا، حينما كنا نقارن انفسنا بتونس كانوا يقولوا لنا يا سلام على تونس، شفتوا تونس وحلاوتها، شفتوا مش عارف عاملة ازاي. تونس النهارده برئيس مؤقت، مفيش رئيس منتخب، بلا دستور،
ملهاش دستور. النهارده مصر لها دستور، حتى وان كان البعض ياخذ عليه بعض السؤال المال. لك دستور الناس مش بتتفق معاه. هو في حد بياخد 100% حتى رسل الله عليه. طيب يعني النقطتين دول، انهاء حكم العسكر ووجود دستور. حاجه ثانيه بقى، ايوه، التأسيس لحكم مدني. يعني ايه تأسيس لحكم يعني مدني؟ ايه بقى؟ يعني بقى المؤسسة منتخبة اسمها مجلس الشورى، وفي إجراء مؤسسة تانية هتيجي اسمها مجلس النواب، والآن تستقر المؤسسات بعد فترة انتقالية. أي ثورة في أي بلد بيحصل فيها هزة اقتصادية وسياسية كويس. وسلوكية. كويس. الآن الأمور تأخذ منحى الاستقرار نحو المؤسسات والسلوك بعد ذلك. مؤسسات فين يا دكتور حلمي؟ ما انتوا بتضربوا القضاء اهو، بتضربوا النقابات. حضرتك أما سمعت عن لقاء السيد الرئيس مع رؤساء الهيئات القضائية؟ سمعت ده، بس ده مؤخرا. أيوة. هو من يمثل مصر الآن؟ هل أنا اللي بس مصر؟ لا، السيد الرئيس محمد مظبوط. حينما يجلس مع رؤساء الهيئات القضائية ويقول لهم ما تتفقون عليه في مؤتمر العدالة أتبناه وأقدمه للمجلس التشريعي. يبقى ده فصل بين السلطات، لأن الدستور نص على أن لا يمكن قانون يصدر يخص الهيئة القضائية إلا موافقة أعضاء معهم. بالظبط. طيب ما هو بيسألك بيقول لك وفين خطة ال 100 يوم؟ هنا طبعا ال 100 يوم ده هو معاه حق في الإشارة إلى ال 100 يوم. هل مشاكل مصر بشكل منطقي كانت ممكن تحل في 100 يوم؟ ما انتوا تقولوا لنفسكم يا دكتور حلمي. انا قبل ما 100 يوم يعني مش يعدوا في اولهم كده وفي ثالثهم رحت نشر مقال اسمه في يوم في شهر في سنه. الله دي ونحن حلوه. وقلت في حاجات ممكن تخلص في ايام، كويس، وحاجات تخلص في شهور، وحاجات عايزه سنين. طيب ازاي الحريه والعداله او جماعه الاخوان المسلمين قررت تعمل حاجه اسمها مشروع ال 100 يوم او خطه للفت نظر الناس ان هذه الملفات ملفات مهمه تستحق ان نركز عليها. لا انتوا لا يا دكتور حلمي. طب استنى يا دكتور حلمي، انتوا قلتوا انا التفسير المنطقي، انا بتكلم عن التفسير المنطقي. في فرق بين التفسير المنطقي والتفسير الدعائي. لا انتوا قلتوا احنا هنعمل وبعد 100 يوم هنحل الزباله وبعد 100 يوم هنحل المرور وبعد 100 يوم. ما اظنش السيد الرئيس قال نحل، قال اتعهد ببذل المجهود في هذه الملفات حسب ما انا فاكر. ربما يكون دكاتره تخويني، ربما لا كان في مشروعات او كان في حاجات هتخلص في 100 يوم. لا اما وقد مرت ال 100 يوم وفوق ال 100 يوم اكتر، يبقى ده دليل على ان هذه المشاكل متجذره ومحتاجه اكثر من 100 يوم. ومش عيب ان احنا نقول ان والله في حاجات تاخد شهور وحاجات تاخد سنين. تمام. طيب بس انت معايا ان ال 100 يوم او خذلان الرئيس في ال 100 يوم او جماعه الاخوان يعني انا عمل خذلان عمل نقص في الشعبيه. طب هنعيشها يعني بجزئيتين. كويس. اي مرشح يريد ان يصل الى الناس يقول لهم انا حاسس بمشاكلكم. كويس. في مشاكل 1 2 3 4 5 قاعدوا خلال 100 يوم. انا بقول ابذل فيها مجهود. ده اللي انا فاهمه من كلام رئيس الجمهوريه الدعائي قبل دخوله الى قصر الرئاسه. حال دخوله بجد مشاكل يعني اكثر. اذا انتوا ما كنتوش عارفين الموضوع. ومين يعني كان يعرف حجم الفساد اللي لسه لحد النهارده بنعاني؟ بس انتوا كنتوا مصورين الناس يا دكتور حلمي. أيوة. ان انتوا واقفين ودارسين مصر كويس بمشاكلها لا ما قلناش دارسين بكل التفصيلات، احنا عندنا احاطه بمشاكل مصر. لكن الدراسه بجد انت كشخص مثقف. أيوة. وكسياسي طبعا. قول لي لما تيجي تقرا او تجيب الجرايد بتاع قبل الانتخابات الرئاسيه. أيوة. وتقرا تصريحات قاده الاخوان المسلمين. جميل. هل بيبقى لك تعليق عليها انها كانت خضراء شويه زياده؟ كان فيها يغلب عليها طابع التفاؤل الشديد دون ادراك لعمق المشاكل، لان لا يدرك عمق المشاكل الا من عاش فيها. طب ما انتوا عايشينها يا دكتور حلمي. لا عاش فيها كمسؤول. ما احنا عايشين فيها كمواطنين. لكن عشان تجيب اليات الحل. فانت لما بتشوف الجرايد دي يا دكتور حلمي بتحس انها بحس ان كان نبره التفاؤل عاليه جدا، لكن الواقع لم نكن يعني نغوص في الواقع بكافه اجزائه. كويس. ليه؟ لان الواقع ما كانش حد اصلا عارف كل الدهاليز دي. تمام. وكان من ضمنها المليارات اللي هتخش مصر بعد وجود الرئيس مرسي. وهتخش. انت لسه مش متفائل يعني؟ انا متفائل. ليه بقى؟ ده قال كام؟ قال 200 مليار. 200 مليار. انا مش عايز اقول رقم عشان لا انا اقول 200 مليار. فين هم؟ محور قناه السويس. كويس. اللي بعد ايام بقى المره دي يعني يعلن عنه ويحال مشروعه الى مجلس الشورى. هياخد لوحده في الاول كده اول طلع 80 مليار. بيقولوا 100 يعني خليها 80 يبقى دي نص او لا انا سمعت، انا قريت انها 100. هذا المحور بدايه مش كل شيء، بدايه لتعمير سيناء شرقا
ثم للظهير الغربي اذا كان عارفين في الجغرافيا كويس، للمدن التي سوف تخدم هذا المشروع. حتى الاستاذ طاهر حسين كان عضو اللجنه السياسيه كان معانا هنا وقال ان في مشكله في التعامل مع المشروع، في فرق في وجهات النظر. لا، في طبعا النواحي الفنيه طول عمرها فيها وجهات نظر. هم هيمشوا اللجنه اللي هي فيها لا يعني هو الدكتور عصام شرف مشكورا حينما قال كلام وعقب عليه وزير الاسكان. أيوة. وقال ان دي خلاف وجهات النظر، واحنا يعني لا نستغنى عن اي رؤيه وعن اي نصيحه. لكن هتمشي رؤيه وزير الاسكان اللي هي وزير التكنولوجيا. طبعا اصل هو المسؤول عن التنفيذ، هو اللي بينفذ، اللي في النهايه لازم قراره هو اللي يمشي. وده في خلال ايام هيجيب 80 مش هيجيب. خلاص المشروع هيقر. ايوه. بحالات المجلس الشورى، ثم تتدفق الاستثمارات اللي هي مدروسه، اللي هي 80 حوالي 80 مليار 80 مليار. طبعا. دكتور حلمي نعم. قول ده للكاميرا تاني عشان نبقى نقابلك بعدين. يعني لما يخرج القانون حينما من مجلس الشورى ويبدا تفعيل المشروع، وده خلال ايام ده المشروع كاقرار، لكن بقى الانفستمنت نفسه الخطوات الاستثماريه نفسها هتاخد طبعا وقت. كويس. يعني في خلال قد ايه هيبقى 80 مليار؟ لا حضرتك تستضيف وزير الاسكان طيب تمام. اذا الرئيس ما كانش مخطئ لما قال 200 مليار. لا ما كانش مخطئ، وجايه ان شاء الله. ومن عندي دي بقى واكثر من ذلك سياتي ان شاء الله. ليه؟ اصل في السياسه حاجه اسمها الواقعيه، في بقى ما فوق الواقعيه. ايه بقى اللي فوق الواقعيه؟ إيه؟ الربانيه. الناس هتضحك عليا تقول ده سياسي ايه بتتكلم دروشه. لا. اصل حينما نقرا قول الله سبحانه وتعالى قل ان الامر كله لله، توقن بذلك ولا لا توقن؟ طبعا اكيد توقن طبعا. وانا اوقن وكل اهل الايمان يوقنون ان الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى او لله. ومن ثم حينما نحسن ونتقن ثم نتوكل على الله ياتينا الرزق من حيث لا نحتسب. بس نتقن لكن ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فين ده؟ طيب ما هو ايوه صح، فين ده بقى في الواقع؟ لا ما هو بقول لحضرتك، هو المشروع بتاع قناه السويس ده انا وانت اللي بنعمله ولا متخصصين؟ لا متخصصين. يبقى ناس اهل تخصص. طيب ده 80 مليار، فين بقيه ال 120 مليار؟ لا ما فيش لسه. على الساحل الشمالي، جنوب الساحل الشمالي منطقه زراعيه ضخمه، وفي على الساحل الشرقي متصل بالسودان في محورين، محور على ساحلي ومحور على وادي النيل. كل دي كده يعني انا مش معايا بقى كاونتر. تمام انا بسمع وبقول لحد تمام. طيب بيسالك برضو لا زالنا في السؤال احمد شيكو بيقول لك ليه بتفرقوا الشعب المصري؟ لا هي مش بنفرق، في وجهه نظر سادت. هي اللي هي سادت، يعني حينما نختلف على شيء ونلجا للشعب في الدستور مثلا، ناس تقول لك وناس تقول لا. هل ده تفريق؟ هي دي هنا بقى النقطه المهمه. لا وهنتكلم بقى. انا بحترم عقيده حضرتك. لا لما الرئيس طلع عند الاتحاديه وخاطب مؤيدينه وقال مش عارف ايه، هنا بيقولوا ان الرئيس اخطا، كان مفروض ما يطلع الشاشه لانه رئيس لكل المصريين. قال ايه قدامهم؟ قال حاجه مهمه قوي والناس تسيب كل الموضوع. قصدي كل الحته دي وهي مهمه. يقول اخاطب من خلالكم هؤلاء الموجودين ايضا في ميدان التحرير وكافه المصريين. طب ليه طلع لهم يا دكتور حلمي؟ يعني من باب طبعا لا بس كلمني بقى يا دكتور حلمي السياسي. لا من باب، على فكره من باب طبعا هؤلاء جاءوا للرئيس يردوا عليهم تحيه بتحيه، ليس يا دكتور. طب ما كان طلع في التلفزيون الرسمي للدوله وطلع بعد كده مره واثنين وثلاثه. انا بتكلم في الواقعه دي. ما الواقعه دي كان حضرتك انت بلاش كرئيس، لو انت حتى هنا في القناه دي وناس بره مستنيين حضرتك وجايين يعني. طيب ما انا اسلم عليهم لما هتطلع في التلفزيون هتبقى تطلع لهم برضه كويس. يعني ليه انت كدكتور حلمي الجزار لو عمل التصرف ده ان شاء الله احمد شفيق مش هيشوف الرئاسه اصلا، حمدين صباحي عمرو موسى هل كنت هتدينه بصراحه ولا كنت هتقول انه زي ما انت بتقول كده كنت تدافع عنه؟ يعني بصراحه وصراحه هتسال عنها. لا بصراحه انا اقول نفس الكلام. اذا كان هؤلاء مؤيدوه وذهبوا اليه يجب ان يخرج اليه. ما كنتش هدين حمدين صباحي او عمرو موسى؟ لا اصل في حاجات تانية اكثر، لو هنديله في حاجات تانية. لا انا بتكلم على الواقع دي. لا بتكلم على الواقع دي ان حمدين صباحي رئيس دوله مصر وخرجوا ناس يأيدوه عند القصر فهو خرج. وبالدليل هقول لك حاجه كمان. اتفضل. الرئيس حسني مبارك كويس. وانا بقول عليه الرئيس هو السابق. لما جاء من اديس ابابا وذهب الناس يهنئونه بسلامه، تمام، طلع لهم ولا طلع لهمش؟ في قصر ما كانش عنده معارضين الناحيه الثانيه يا دكتور حلمي. بس طلع له. انا بتكلم على جزئيه طلع له. لا يا فندم احنا بنتكلم على الملابسات دي. كان ممكن يطلع في التلفزيون ويشكر جموع الشعب المصري، هم اللي ذهبوا دول، بس هم اللي كانوا مبسوطين وقتها. لا طبعا لا ناس كتير. بس هو ما كانش عنده معارضين ليه في ميدان اخر واختار يطلع دول. لا يعني هو بقول لحضرتك انا فسرتها ان هو يعني جاء مؤيدوه فخرج. واذا هنا وخلاف افرض ان في ناس بيقول لك ده صح وده غلط، ايه المشكله؟
وايه المشكله ان لا، ما هم بيقولوا ان هنا فرق الرئيس مرسي بين لا، ده الناس دي يعني بيمسكوا في حته، لان التفريق معناها ايه؟ ان انا اعمل لمصلحه ناس دون الاخرين. الرئيس اما ذهب في امبارح في حلوان، ايوه، قال ايه؟ قال كلام مهم جدا جدا، والعجيب وهنرجع له والله ما دلوقتي. عجبش برضه الناس. لا مش هيعجب، ما هو انا الله، ما اذا عمل كده اما قال نكمل ما بداه عبد الناصر. الله، يوم بقى قنوات اخرى يقول لك الله رئيس اخواني ناصري، حتى ما عجبهمش في دي. لا، ما هو لو تجاهل عبد الناصر كان قال لك طبعا لازم يتجاهل عبد الناصر، اصل بيكرهه. جابوها قالوا اما قال وما ادراك ما الستينات، ما جابش سيره ده عبد الناصر. ايه رايك اما جاب سيرته ازاي يجيب سيرته؟ يبقى لو سكت عنه هو مدان. ما هي جحا وابنه الحمار. عشان طب ما تيجي نطلع فاصل. اتفضل. ويا احمد الشيكو، انا حاولت والله العظيم اسال كل اسئلتك وناخد هو سؤال تاني بيقول لك انت يعني ظلمت الناس اكتر من النظام السابق. نجاوب السؤال ده بعد اذنك. فاصل وهنستناكم مع الصريح جدا الدكتور حلمي الجزار، نواصل حوارنا معاك. اهلا بيكم مره تانية. والدكتور حلمي الجزار، عمرو الهلباوي حفيد ابراهيم بك الهلباوي، بيقول لك بشكرك وكل الشكر والتقدير ويا رب دايما التوفيق. انا خدتك وانت نسيت انا عايز النهارده 1 مايو كويس، عيد العمال. كويس. كان في سنه 5 ابتدائي عندنا، بس الظاهر ما كانش على ايام كنتوا، كان عندنا قصيده جميله قوي لاحمد شوقي على العمال. كويس. اولها ايه؟ ايها العمال افنوا العمر كدا واكتسابا واعمروا الارض فلولا سعيكم امست يبابا. يبابا يعني خرابا. وقال بقى كلام لو تاذن لي هقول بيتين شعر صغيرين قوي من اللي شوقي قالهم. بيقول لهم اين انتم من جدود خلدوا هذا التراب. كويس. اللي هي ارض مصر يعني. كويس. قلدوه الاثر المعجز والفن العجابا وكسوه أبد الدهر من الفخر ثيابا. إن للمتقن عند الله والناس ثوابا. أرضيتم، دي بقى اللي عايز عندها، أرضيتم أن ترى مصر من المجد خرابا. هل ينفع إن العمال بعد هذا التاريخ الطويل يبقى مصر تبقى خراب من أنا بقولها ليه بقى؟ العمال لهم مطالب مشروعة حقيقية لا يماري في ذلك أحد. كويس. كيف الوصول إلى ذلك؟ قال لهم برضه في القصيدة اطلبوا الحق برفق واجعلوا الواجب دابا يعني مستمرا. كويس. لازم يطلبوه، لازم، بس مش بالإضراب ولا الاعتصام، ده هيعطل الإنتاج ولا بإن أنا أقطع طريق. فمنين أطلب تحسين أحوال معيشية ومنين أوقف الإنتاج؟ دي المعادلة اللي عايزة أن نظبط. فأنا بتوجه للعمال بخالص التهنئة بالنسبة للعمال، وبقول لهم كلام أحمد شوقي العظيم الموجود في هذا. وأنا مع حضرتك. طيب، من ضمن الحاجات اللي اتقالت انه بعض القنوات كانت متفقه مع فلاح. والله يا جماعه ده اللي اتنشر. قناه كانت متفقه مع فلاح يسب ويلعن في مشروع القمح ويقول ان القمح ده مش عارف ولا اي كلام من ده. المهم خليك معايا فتاح بس. المهم جابوا الفلاح، والفلاح المصري ده فلاح بجد بقى، يعني دماغه حضارات بلعها. الراجل وهما بيركبوه المايك ادرك، او زي ما تقول ادرك اللعبه، انه هيجي يشتم في مشروع الفلاح والقمح وهو ما حصلش. فراح طلع على الهوا بالشكر، يعني قال حقيقه المشروع ان في زياده 25% وان في. كانت النتيجه ان المذيعه اللي ما اعرفش مين بصراحه مسكت الفلاح ده قطعته على الهوا. السؤال بقى، النهارده الدكتور هشام قنديل نشر ان هو وقع اتفاقيه على مصنع في الصالحيه او كده. السؤال بقى، هل ده داخل في ال 200 مليار ولا دي مشاريع برضه بره الفكه يعني؟ لا هي ما هو الفكه جنب الفكه هتعمل المجموعه. كويس. يعني الدكتور هشام قنديل كويس يواجب كثيرا انا واحد من الناس جدا. ده انا عايز اقول لك انا قاعد الدكتور هشام قنديل. انا سمعت بعض رجال الاعمال المتخصصين، كنت زرت احدهم فبيقول لي على مشروع اللي افتتح في شرق شمال غرب السويس بتاع الفايبر. بيقول لي حاجه يعني مهوله على مساحه، قال لي رقم بس ضخم كده مش وانا برضه. وبعدين شركه سامسونج اللي فاتحه فين؟ في بني سويف. يعني بدأنا ندخل في عمق الصعيد. وبعدين لو تفتكر حضرتك من ضمن الزيارات الاولى للرئيس زار اسيوط. ايوه. ومن ثم قضيت. وبعدين باسم عوده كان في لا اسيوط هيعملوا فيها ايه؟ يعني احنا قلنا سامسونج في بني سويف. لا يعني برضه كان في صناعات بس انا مش عارف السويس. لا ولسه جاي الامور جايه. وزير الشباب كعاطفه كده على الموضوع له خطه على مركز الشباب.
50% منها رايح على على مراكز شباب الصعيد لانه اهمل فتره طويله. طبعا. لا فانا عايز اقول ان الدكتور هشام قنديل وحكومته ايا كان الانتقاد الموجه اليهم بيشتغلوا. ايوه بيشتغلوا. يصيبون احيانا، يصيبون كثيرا، قد يكون لهم اخطاء ومن من البشر لا يخطئ. ملوش اخطاء. ايوه انا قريت ده حقيقه، وانا بقول انا واحد من الناس اللي بهاجم الدكتور هشام قنديل، بس فعلا المشروع بتاع الفايبر اللي فتحه في سينا ده في السويس ده مهم جدا، والنهارده الصالحيه مهم جدا، وسامسونج اللي بني سويف ده مهم جدا يا جماعه. انا بس عشان اكمل بيقول لك فوزي بيسالني بيقول لي انت متاكد انك هتاخد منه الحقيقه؟ مش عارف، كنا زمان بنتكلم عن النظام السابق انه ظالم الناس دي اللي هو الاخوان يعني، لانه كان اعتقادنا انهم دعويين وليسوا طالبين حكم طامعين في مناصب. هو كان حاسس ان انتوا دلوقتي بقى حاسس العكس تقريبا، يعني ان انتوا طامعين في مناصب وبتوع حكم. حضرتك حينما تاسس حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان المسلمين اللي اسسته، ايوه، عملت فصل اداري واضح جدا ان اعضاء مكتب الارشاد اذا من اراد منهم ان يدخل الحزب. انت عايز نصدق الكلام ده يعني؟ دي حقيقة. ان في فصل؟ دي حقيقة. ما بين حقيقة. مكتب الارشاد وحزب الحريه والعداله. الدكتور مرسي شخصيا والدكتور سعد الكتاتني والدكتور سامي العرياني كانوا اعضاء مكتب الارشاد ومعهم سعد الحسيني، حينما اصبحوا كوادر في الحزب سابوا مكتب الارشاد وضد مكتب الارشاد تماما، وتصعد بدانه بالانتخاب المباشر 4 غيرهم. ده ديكور يا دكتور حلمي. لا مش ديكور، انا لما اجي اعمل كده وبعدين مكتب الارشاد يجتمع لوحده، انا عضو في الهيئه العليا لحزب الحريه والعداله، نجتمع لوحدنا والمكتب التنفيذي يجتمع لوحده. كويس. فده فصل اداري واضح جدا. قضيه بقى ان اذا كان الرئيس بيقول انه برضه مكتب الارشاد متحكم فيه وبرضه هو اللي بيقول الرئيس له. ما قالش كده يا راجل. لا بيقولوا الرئيس كده. هما بيقولوا كده. انا ما بقولش الرئيس. لا ما بقولش الرئيس. طيب يعني تعرف ان في بعض الاحيان فوجئنا نحن معشر الاخوان المسلمين ببعض القرارات التي اتخذها الرئيس، ومنها العين الدستوري اللي اثار جدل. ايه ده؟ صحيح. دي بقى على مسؤوليتي الشخصيه وبقولها لك بوضوح شديد. قولها تاني كافة اعضاء مكتب الارشاد واعضاء مجلس الشورى اللي انا واحد منهم فوجئنا جميعا بالعين الدستوري اللي كان في شهر نوفمبر 2012. بعد اذنك يا استاذ عبد الفتاح خضر سجل هذا التصريح للدكتور حلمي الجزار بوضوح شديد جدا وللتاريخ ان اعضاء مكتب الارشاد في جماعه الاخوان المسلمين فوجئوا بالاعلان الدستوري اللي اصدره الرئيس مرسي الثاني. بالاعلان الدستوري اللي هو في نوفمبر 2012 اللي هو كان اقاله عبد المجيد محمود. بالظبط كده. وتحسين قرارات اللي كان في 6 نقاط، 2 منهم كانوا عملوا لغط شديد اللي هي تحسين القرارات وتحسين الهيئه التاسيسيه للدستور. فوجئتوا بيه؟ فوجئنا بيه طبعا. ليه؟ لا امال مين اللي قاله له؟ مين اللي قال له يعمله؟ طيب دي مؤسسه الرئاسه بمستشارين بمن معه. طب ما مستشاريه قالوا برضه فوجئوا بيه. خلاص يبقى بعض المستشارين دون الاخرين، مش شرط. يعني جزء مش دي حقيقه. لكن انتوا دي حقيقه وهتتواجه بقى قدام الله يوم الدين سبحانه وتعالى. انا اشهد امام الله وامام الناس ثم امام الناس انه مكتب الارشاد إن لم نكن نعلم بهذا العين الدستوري يعني خالص انت وربك بقى. انا بقول لحضرتك اهو. انا اصل ده خطير ونسبه كبيره من الناس مش هتصدقوا. بل احنا في حزب الحريه والعداله لنا وجهات نظر في بعض المحافظين وبعض الوزراء وبعتناها بدل مره. اقول لك مش انت عايز تشهدنا هم الله وانا اهو وربنا اللي شايفنا اهو. ليكوا ملاحظات على بعض القيادات ونقول لو سمحتوا خلصونا كشعب مش كحزب الحريه والعداله. بتبعتوها لمين؟ محافظ فلان عن طريق ما هو الحزب ده مش بيتصل برئاسه الجمهوريه، مش من اي حزب يروح. لا انتوا مين بقى اللي هو مكتب الارشاد؟ حزب الحريه والعداله. الدكتور عبد الكتاتني ومكتب والمكتب التنفيذي. دلوقتي حلمي المنصب الاعلى الماضي بيروح يقابل الرئيس ولا ما بيروحش؟ بيروح يقابل. بصفته ايه؟ رئيس حزب. وسعد الكتاتني رئيس حزب. ايوه. وسيد البدوي رئيس حزب. والدكتور مخيون رئيس حزب. الله. اذا الدكتور مرسي حتى حزب الحريه والعداله اللي هو جاي منه واللي رشحه واللي نجح. طب انا بقى في مقابله مباشره مع الدكتور مرسي، قال له يا دكتور المحافظه الفلانيه والفلانيه عايزين فيها تغيير، يهز دماغه كده ولا يجيب. ليه يا دكتور؟ مش هو الحزب واثنين يا دكتور؟ مش وثلاثه واربعه. ما احنا نرى شيئا وقطعا هو يرى اشياء. بس انتوا الحزب اللي مرشحه. ايوه. يعني هل اوباما ممكن يعمل كده مع الحزب ده؟ هو الحزب بتاع اوباما بيقول له اعمل فيعمل؟ اكيد. لا اكيد. ده الكونجرس هو اللي بيراجع المرشحين ويقول له ودي بقى الديمقراطيه. ايوه بس بمراجعه الناس في الحزب بتاعه يكن ذلك بس مش ليس ملزما ان ياخد. انما العلاقه مش مقطوعه زي ما حضرتك بتقول. مش مقطوعه. ما هو انت بتقول اهو. لا في فرق بين المقطوعه وبين بنقول ويتاخد ده ولا ما يتاخدش، كلها او جزء منها. بقول لك لحد النهارده
انا شخصيا امين حزب الحريه والعداله في محافظه الجيزه تاتيني طلبات كثيره جدا، يا حلمي ساكت ليه على كذا وكذا وكذا، وهنقل الكلام ده، لكن لم يحدث تغيير اللي احنا عايزينه. لا انت بتقول لي مفاجآت يا دكتور لا، دي حلمي، حقيقة. انا متاكد ان 90% من اللي يسمعوا مش هيصدقوا. هيصدقوها ولو بعد حين. ليه؟ ولو بعد حين. ليه؟ لان انا مدرك ان انا صادق مع نفسي، وسيدرك ايضا من يسمعون انني صادق معهم ولو بعد حين برضه. ماشي، يعني اذا انتوا مش طالبين مناصب زي ما بيقول فوزي، ولا طامعين انتوا ناس دعويين. طب انتوا دعويين فعلا؟ طبعا طبعا. ده نفسي مره. لا خليني اسالك السؤال ده بقى، انا نفسي اساله لك يا دكتور حلمي. ايوه. كيف يمكن ان نطلق على جماعه الاخوان المسلمين جماعه دعويه ولم تخرج حتى هذه اللحظه داعيه يعني جماهيري كبير كده يعني؟ طيب. في فرق بين الداعيه الجماهيري والعالم المتخصص او عالم متخصص. جميل. طيب في الماضي القريب كان منها فضيله الشيخ محمد الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي ربنا يديله الصحه. في الماضي القريب. وايضا عميد كليه اصول الدين الحالي عضو مكتب ارشاد احد علماء الازهر. مين عامل؟ دكتور عبد الرحمن البر. ده عامل مشاكل. ليكن عامل مشاكل لوجهات نظر ماشي، لكن بقول قيمه علميه. ايوه موجود. في فرق بين القيمه العلميه لاستاذ علمي وخطيب مسجد واعظ. يعني فضيله الامام الاكبر ده مش عالم ولا مش عالم؟ لا طبعا عالم. طب هل هو له، معلش في الكلام، له بقى جمهور وعظي شديد وبيطلع على المنابر وبيخطب؟ لا ده عالم. لا بس خليني اقول لحضرتك حاجه. انا شفت الشيخ الطيب في الاقصر. ايوه. ده له شعبيه طبعا. ده جارفه. دي بلده. لا مش بلد، لانه عالم، لانه راجل طيب وعالم. أيوة. يعني عالم من اسره علم. ايوه بالظبط. طبعا. انا شفت طبعا. جمهوره، يعني شفت جمهور بعيني. طبعا. شيء مهول. طيب ما هو انا قصدي اقول ده بقى عالم وله جمهور. جميل. زي الشيخ الشعراوي كده رحمه الله عليه. ايوه طبعا. والدكتور قرضاوي احنا نفخر بيه. طبعا طبعا. طيب لا بس ربما يكون التعليم الازهري. معلش تبجيل حضرتك في مين؟ التعليم الازهري خلال الفتره اللي انا كنت فيها في الجامعه في السبعينات، ربما يكون التعليم الازهري حصل فيه نوع من. هو عمرو خالد خريج تعليم ازهري؟ طب بس هو عالم ازهري، هو راجل داعيه. يعني داعيه. اقول يعني داعيه ولا هو عليه يعني يؤخذ. ماشي بس داعيه كويس. على فكره لو مش سياسي، لو قلبنا على الصفحه الثانيه هتلاقيني بتكلم كويس قوي في الدعوه، ونفسي مره كده تفك عني في السياسه وتشوفني وانا بتكلم في الدعوه. لا ما اقدرش. يعني جيل الدكتور حلمي ما فيش فيه داعيه زي يوسف قرضاوي، زي الدكتور القرضاوي، او زي يعني لا مش بنفس المستوى طبعا، مش بنفس، ما اقدرش اقول بنفس المستوى. وانت بتحيل ده لسوء التعليم في الازهر؟ لا مش سوء، انه قل شويه. قل طبعا. وهي الداعيه بيبقى مستني الازهر؟ لا الداعيه، ما احنا بنتكلم على عالم ازهري متمكن، والداعيه داعيه بقى ده لازم ازهري؟ لا مش لازم، ولكن الداعيه ده ممكن جدا يعني. طب ليه ما خرجش الجماعه الاسلاميه الاخوان المسلمين قصدي داعيه؟ لا لان احنا كنا معظمنا من خريج كليه الطب والهندسه. لا كان معظمكم سياسه. لا العلوم دي، العلوم العلميه دي بتاخد وقت كثير مننا. بس كنتوا سياسيين يعني؟ كنتوا بتلعبوا سياسه؟ يعني مش قوي، انتخابات طلابيه وانتخابات مش سياسه، لكن عمل عام، فكنا منغمسين في العمل العام وبعدين احنا ما كانش طب ما هو العمل العام ليه متعارض مع الداعيه؟ لا احنا مش مستهدفين ان نكون دعاة بالمفهوم ده. طيب بالمفهوم الجماهيريه، لكن دعاة نفهم في الدعوه، وحينما نحاضر الناس في الدعوه نقول كلاما موزونا صحيحا. عندنا، انا بقول لحضرتك مره كده نتكلم في الدعوه. عندنا اللي هو الدكتور حلمي والدكتور عصام. ده الدكتور عصام في الدعوه يعني لا شق له وبار، لكن في الدعوه طبعا الله. يعني وكان خطيبا في مسجد، وانا يعني كنت في اول حياتي اخطب في بعض المساجد، لكن استهلكنا الطب في جانب واستهلكنا السياسه في جانب اخر. انا بسال السؤال اللي ساله فوزي. طب نسال بشكرك يا سهى على رايك في حلقه امبارح. في حد تاني بيسالك، بيقول لك انتوا عندكم مشكله في تسويق نفسكم تقريبا الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين بشكل عام يؤثرون العمل على الدعايه والاعلان بشكل تاني. ببص لي ساعه كده بقول كلام بيفاجئك. أيوة. او كانك مش بيفاجئني، بكذبه من جوايا كده اقول لا ايوه كده بالظبط، هي ده بالظبط. لكن دي حقيقه. تعرف ان احنا حضرتك بنعمل اعمال على الارض كثيره جدا. كويس. لو
عشرها عملوا حزب من الاحزاب الثانيه اللي معاها قنوات اياها دي. ما عشان انتوا معاكم فلوس. انا كان معايا زميل هنا محترم من جبهه الانقاذ، بس قالوا ليه ما بتبقوش مش نازلين الشارع زي الاخوان المسلمين؟ أيوة. قال لي عشان هم معاهم فلوس. واحنا معانا فلوس. بقول لك يا دكتور، قلت لها حضرتك بتجيب طب والنبي الله يخليك عندي سؤال ليك مهم. اتفضل. الفريق شفيق بيقول ان عصام العريان كان شريك مع حسن مالك، شريك مع حد تاني، مع خالد الشاطر. لا مع خالد الشاطر. لا ما لناش عصام العريان، انا اسف. خالد الشاطر وحسن مالك كانوا مفلسين. يا سلام. طب خليني اقول لك الروايه. اصل يقول لك زي ليه؟ اصل ده اصلا من اسره راس ماليه بتاعت بيزنس. طب انا بادئ الروايه. الاثنين كانوا مفلسين وقعدوا اتخانقوا على مكان اسمه استقبال في سيتي ستارز، واجروه ب 150,000، وبعدين اتسجنوا، فالاثنين كانوا مخاصمين بعض في السجن، كان كل واحد بياكل لوحده. ايوه. وكانوا مفلسين تماما، خرجوا من السجن ظهر عليهم الغناء الفاحش. وخيرت الشاطر انت كاتبها الغناء الفاحش مش الغنى. انا اسف. بس لا اصل انا قلتها الغناء الفاحش ما كانوش بيغنوا. لا انا الغنى الفاحش. وخيرت الشاطر اشترى فيلا ب 30. انت تعرف خيرت الشاطر صح؟ ده الكلام انا كنت سامعه وانا في الكنترول. انت بتقول ده على لسان حسن مالك اشترى فيلا ب 30 مليون. التجمع الخامس. ايوه قدام المرسيدس. انت عارفها بقى اهي. لا سمعت كلامك وانا انت عارف الفيلا؟ انت رحتها الفيلا دي؟ ابدا. الله. ما رحتش عند حسن. مفيش كده خالص. رحت عند اخوه في حدائق الاهرام، بيت عادي متواضع جدا في حدائق الاهرام، عادي بيت عادي. بس حسن مالك غني. من امتى؟ ده بقى الكلام بقى. ايوه من امتى؟ تعرف من بعد الثوره. لا ثوره مين؟ ما هو بيقول كده يعني. لا لما بقول لحضرتك حسن مالك اعرفه هو يعرفني منذ ان كان هو طالبا في كليه التجاره اسكندريه، وانا كنت طالبا في كليه الطب جامعه القاهره. كويس. وهو من اسره اصلا بتاعت بزنس اصلا. كويس. فكان هو طالب بيشتغل في الحكايه دي مع والده رحمه الله، وكان ميسور الحال من وقتها، واحنا على طلبه نقول يا سلام ده فلان عنده عربيه، من الناس اللي بنقول عليهم كان حسن مالك وهو طالب عنده عربيه، واهله اصلا بتوع بيزنس اصلا. بس سوري يعني قصدي اثري فجاه. هقول لك دعاء بقى اكتر من كده. كويس. كان عنده عربيه بويك، سمعت؟ طبعا ماركه دي امريكاني. طبعا. ده بعد ما اتخرج بسنوات قليله، وانا كنت ساكن. هو خريج ايه؟ تجاره اسكندريه. كويس. وانا كنت ساكن في حي شعبي زمان اسمه الطلبيه، معروف جدا طبعا. فقلت له لو سمحت استاذ وصلني. فطبعا العربيه البويك دخلت الحي الشعبي، الناس كلها فرحت بقول له ايه يا استاذ حسن، ما كان لهذه السياره ان تدخل هذا الحي. فضحك جدا، قال لي لا ده عشان خاطرك انا مش عارف يعني. بوريك قد ايه هو. بتقول له يا استاذ حسن؟ انت قلت له يا استاذ حسن دلوقتي؟ لا وقتها يا حسن، ولو دلوقتي حسن عادي جدا. بس انت قلت له يا استاذ حسن. انا انت كنت معانا. لا انت اللي قلت دلوقتي. انا من الادب ما اقدرش اقول ما تقولش. لا تمام. لكن فهو من زمان حسن مالك غني. طبعا. لكن مش يعني جاله الثراء ده فجاه زي وكذلك خيرت الشاطر من زمان غني. وخيرت الشاطر لما كان. طب ايه حكايه العربيات المرسيدس اللي هي احجام متعدده اللي ما انا نفسي بقى حد يروح يصورها ويجيبها لنا برضه، عشان مش اي كلام. يعني هو شفيق نكدبه في كل حاجه ونصدقه في دي. اشمعنى؟ هو مين اللي كدبه؟ انا ما بكدبش شفيق. طب خلاص انا بعتبره اصلا كرتون ما تصدقش ولا تكذب. المهم، طب دلوقتي خيرت الشاطر هو بيقول نفس القصه، انه خيرت الشاطر هل فعلا هم اتصارعوا على توكيل استقبال؟ لا ده هو الاستاذ حسن مالك بيشتغل في الاستقبال دي بتاع محل زي اثاث كده. من زمان هو شغال في الحكايه دي، وهي يعني خاصه بيه ولا داخله. لكن جت منين فلوس الاخوان المسلمين؟ لا بتتكلم على فلوس الاخوان. خلاص قفلنا خيرت وحسن. ماشي يا سيدي، احنا بنقول واضحين للناس، نحن ندفع من جيوبنا واشتراكات شهريه، ده العادي. انت عايزني اصدقك يا دكتور؟ انتوا كام واحد؟ طب ماشي. مش كام واحد، ده احنا هنقول ان انتوا 4 مليون. طيب احسب بقى كده 4 مليون، لو واحد بيدفع في المتوسط 50 جنيه في الشهر، احسبها كده في المتوسط. ما في اللي بيدفع 5000 وفي اللي بيدفع 5 جنيه. في ناس بتقول ان عدد اعضاء الجماعه كمان 850,000 بس. لا خليها مليون عشان بس مليون في 50 مليون في 50 المليون كلهم كل واحد بيدفع 50 جنيه. انا قلت الأب يعني المتوسط. يعني انا لو موظف المتوسط سنترال 3% لمن مرتبه اقل من 500 جنيه. ده زمان ما فيش حد مرتبه 500 جنيه دلوقتي. و5% اقل من 700 جنيه برضه في 700 بيدفع لك 50 جنيه. نضرب يا جماعه يا شباب. يا زيزو اضرب 50. اضرب خليك معايا. مليون في 50 مليون في 50. ادي ايه؟ والنبي يا زيزو الله يكرمك معلش تعبك معايا. ادي كل شهر 50 مليون. ده كل شهر. ده رقم مهم. تيجي بقى لا وقت الانتخابات يا حلمي انت دكتور وبتكسب قد كده، عليك تدفع 5000 جنيه مثلا. اجبار مش اجبار. ده تقييم كده. احنا يا جماعه على راي زيزو ده 50 مليون ده رقم كبير قوي. لا ولسه بقول لك كويس. يعني انت كويس. الاستاذ حسن مالك اما اجي اقول له يا استاذ حسن احنا داخلين انتخابات وادفع، هيدفع 50 جنيه؟ لا ده استقبال بقى وحاجات جامده قوي يعني. انا بس عايز حد يثبت ان احنا خدنا من حد اخر غير الاخوان مليم، بس دي اللي عايز اعرفه.
لكن فلوسنا بنصرف على دعوتنا. بس ما بيجيلكوش فلوس من بره اطلاقا السعوديه مثلا؟ اطلاقا. يا سلام. طب انتوا يا عندكم سلام مشكله لو- مع السعوديه؟ يا سلام لو كانت السعوديه ولا اي حكومه ولا بتقول كانوا سكتوا. يا راجل ده كانت المخابرات قالت بالبنط العريض. طب ما المخابرات معاكم، انا اسف يعني لا بقول يعني بتاعتنا احنا مخابرات الدول الثانيه. ده بتزنا. طب انتوا عندكم مشكله مع السعوديه في حكايه غزو العراق دي؟ غزو العراق كان في صدام ما بين الجماعه الاخوان لا لا، المسلمين؟ أصل كان في وجهه نظر ان الامريكا حينما أيوة. تدخل العراق سوف تفتته. ده كان وجهه نظرنا من اول الازمه خالص. بس السعوديه عايزه بقى مبارك يخش. والسعوديه كانت عايزه هي طبعا بيحقق من امريكا وتغطي من امريكا. تمام. فكان لنا وجهه نظر ان يحرر العراق او يحرر الكويت العرب ليس الامريكان. وحصل ما توقعنا. اما الامريكان حطوا رجلهم. ايوه، وده اللي عمل الصدام بينكم وبين السعوديه. الخلاف خلاف وجهات النظر مستمر لحد دلوقتي. مش صدام بمفهوم الصدام. لا خلاف مستمر. خلاف وجهات النظر. لا ما انتهى بالكارثه اللي حصلت في الكويت والسعوديه والبتاع ده العراق. طيب يا دكتور، هو الدكتور مرسي ممكن يعني علاقاته مع الملك عبد الله كويسه؟ اول زياره زارها الدكتور مرسي الخارج كانت اي دوله؟ ما انا فكرني انا معاه السعوديه. طب ليه ما بنسمعش انه هاتف الملك عبد الله او هو لازم اي مهاتفه تليفونيه تتقال؟ كان زمان الرئيس السابق كان بيعمل كده، كان طول الوقت علاقته مع الملك عبد الله. كان ليا دعوه بقولها في الحزب للناس دايما بقول لهم ما حدش يقول هعمل. لكن قولوا لي عملنا. ما حدش يقول ولكن نقول ايه عمل. طيب اكمل اسئله زمايلي عشان ما حدش يقول لي ان انا ما سالتش حاجه. اسالوا هم ليه، بيسالك عمرو اديسون، اسالوا هم ليه جبهه الانقاذ ضد الاخوان بشده كده ليه؟ ولا هي كلمه الاخوان المسلمين هل هو عداء دائم للاخوان ام للمسلمين؟ في جزئين من جبهه الانقاذ، جزء ايديولوجي لا يحب التيار الاسلامي كده بدايه. وانا بقول زي حزب التجمع مثلا والاستاذ رفعت السعيد او الدكتور رفعت السعيد. لا ده عاش حياته عليكم. ده كان بيعمل له صوابعك العشر عشان ده الحزب كان بيقع وينهار وهو قاعد على الاخوان المسلمين. تمام. فاذا الناس ايديولوجيتهم كده كويس. فمهما عملت خلاص مش ممكن. كويس. وفي ناس تانيين المنافسه الحزبيه فتلم ده على ده فغلب اهل الايديولوجيا على اهل المنافسه الشريفه. ما طلبتوش تخشوا او تنضموا لجبهه الانقاذ؟ وبمناسبه ايه؟ طب ما تزعلش يا دكتور حلمي. طب انا هخرج فاصل انك زعلت. بزعل ليه؟ هخرج فاصل وعايز اسالك سؤال. السيد مقبول صديقي في هولندا بيسالك، بيقول لي يا ريت تساله فين مصر. فاصل وهنرجع مع سؤال صديقي السيد مقبول ونسال الدكتور حلمي اللي انا بشكر عليك والله. دكتور حلمي اهلا بيك. اهلا بيك. دي قلقتني والله، يعني حاسس ان انا مش عارف اروح. نروح سوا اوصلك. فاصل اخير وهنرجع نواصل مع الدكتور حلمي الجزار واسئله بقى حوالين رؤيته لخطاب الرئيس مرسي الاخير امبارح في عيد العمال. فاصل وهنستناكم. اهلا بكم مره اخيره وكنا بنسال سؤال صديقي السيد مقبول يا ريت تساله. بيقول لي انا يعني سيد صاحبي بيقول لي يا ريت تساله اين اسال دكتور فين مصر؟ مصر زي المريض اللي دخل عمل عمليه جراحيه كبرى بيمر بفتره نقاهه. كويس. الثوره لا شك في التعريف السياسي تغيير عميق في كل نواحي الحياه، ده تعريف السياسي لكلمه الثوره. تمام. هذا التغيير العميق حينما يحدث في الانسان الواحد بياخذ فتره نقاهه، كذلك مصر. فاذا يا اين بمفهوم حلها ده الحلها فعلا، لكنها سوف تمر من فتره النقاهه. نعم. لكن اين هي بقى؟ وانا بقول اسمه من فضلك تناسب سيد مقبول. الاستاذ سيد بنقول له اين هي من العالم الخارجي؟ عادت. نعم عادت للعالم الخارجي وبقوه. منذ متى واحنا قاطعين صلاتنا بروسيا؟ كم مره رحنا زار الرئيس المصري روسيا خلال 30 سنه؟ الصين، البرازيل اللي الرئيس رايحها قريب. لا يبقى عاد اثيوبيا اللي كان الرئيس حسني مبارك النهارده كان امبارح كان في مؤتمر في اثيوبيا لدعم القضيه الفلسطينيه. وبالتالي اين مصر عالميا؟ عادت عالميا. اين مصر اقليميا؟ حضرتك اما تقارن بين اللي حصل في 2008 يعني حضرتك بس الاول بتعتبر انه زيارات الرئيس للصين وروسيا والبرازيل واثيوبيا هي عوده لمصر للعالم الخارجي؟ طبعا. بفائده لشعب مصر، لانه ما بيروحش مش مجرد زيارات. يعني هي روسيا جابت ايه زياره روسيا من هذا السؤال؟ كويس. حضرتك التكنولوجيا الروسيه مش دي اللي عامل التسد العالي والتوربينات انا عايز اقف هنا في خبر تاني بقى بيقول ان انا هاخد من البنك الدولي فلوس عشان اطور التوربينات بتوع السد العالي. امال انا بعمل ايه مع روسيا؟
كويس. ما هي روسيا انا ما اعرفش، هي روسيا عندها فائض مالي تدي دعم زي ما كانت بتدي زمان، ما اعرفش النواحي الاقتصاديه، لكن بقول انت قصدك ان انا اجيب الخبره، التكنولوجيا الخبره، لكن هدفع ثمنها من البنك الدولي. هتدفعها منين بقى؟ دي اهل الاختصاص يعملوها. طب وانا في حاجه لهذا التطوير اللي مش في حاجه؟ انا في حاجه اليه. القلاع الصناعيه اللي بقولها بمنتهى الوضوح والصراحه، اللي نشات على عهد عبد الناصر وكان الروس اللي بنوها، سواء في مجمع الالمونيوم في نجع حمادي، حدب صلب في حلوان، دي مش عايزه تطوير؟ هل هي اتطورت قبل ذلك؟ ده كان العين عليها تتباع في الخصخصه، والرئيس احسن اذ قال لا عوده مره اخرى لبيع القطاع العام. ده امبارح في زياره في العيد العمالي. فاين مصر؟ مصر تتعافى، عادت الى محيطها العالمي ومحيطها الاقليمي. محيطها الاقليمي دي مهمه جدا. اما قارن بين العصر في غزه 2008 والمذبحه اللي تمت في غزه وما حدث في 2012 في غزه في خلال ايام، ما هو دي بعدها انتكاسات حصلت بقى للمؤسسه الرئاسيه، يعني بعد النجاح ده حصل ضربات كتيره قوي. يعني نقول وجهات نظر، في بعض وجهات نظر وجهات نظر، لكن هي كل واحد يؤخذ من كلامه ويترك. لكن مصر عادت اقليميا بشكل واضح. والنهارده او يعني امبارح اما مساعد الرئيس الشؤون الخارجيه ومعاه رئيس الديوان وحد تاني يروحوا الى ايران عشان ازمه سوريا، والرئيس يتواصل. ايوه، رايح ايران يعمل ايه بقى؟ لان انا سمعت تصريح للرئيس الايراني انه هيتدخل في سوريا. يعني ايران هتتدخل عسكريا في سوريا لصالح نظام بشار. لا، هو في حاجه متفق عليها، وقف نزيف الدم، وفي حاجه مختلف عليها، كيف تصاغ او يصاغ الوضع السياسي بعد وقف نزيف الدم. كويس. ده الخلاف هنا طبعا. لكن مين في العالم ايا كان يرضى بنزيف الدم؟ لا، ما حدش. فلذلك كل الجهد مبذول في الحته دي. يعني اذا وفد الرئيس او مبعوث الرئيس رايح لايران علشان في الجزء المتفق عليه وحلحله الامر في المختلف عليه. طبعا معروف ان ايران بتدعم بشار الاسد، طبعا واضح. وجد نصر الله امبارح حزب الله وقال كده كلام خطير، قال لك هندعم برضه يعني نظام بشار وهننزل بقواتنا. بقول عشان لا امريكا جت ما اعرفش. اذا الموضوع كيفيه الحل، بس لابد وقف الدماء ده عاجل، ونحل ازاي دي بقى برضه الاختصاص يشوفوها، لان انا مانيش داخل في هذا الملف. فاذا مبعوث الرئيس لايران هو لحل الحكايه دي ولوقف نزيف الدم. وايران داخله بقوه ولا مش داخله بقوه في المأساة؟ طبعا داخله بقوه. يبقى اذا لما مصر يبقى لها مدخل الى ايران، يبقى ده يعني يفيد في الازمه السوريه. تمام. اذا اقليميا حضرتك بتقول لي انه مصر رجعت لمكانها. تعود، هي لسه شويه عايزه كمان اكتر. دكتور حلمي، يعني كنا بنتناقش هنا انه في مشروع اسرائيلي في المنطقه، طبعا، وفي مشروع ايراني، وفي مشروع تركي، مش كده ولا انا فاهم غلط؟ يعني ايراني بيقولوا التشيع وكده، انا لا اتصور ان في مشروع ايراني بهذا المفهوم، لكن اتصور ان في مشروع ايراني. امال ليه حفاظ ايران على سوريا، على بقاء النظام السوري؟ بمفهوم الوضع. لا، قول لي حضرتك ليه ايران تدافع عن النظام السوري؟ هقول لحضرتك ليه. ايران في مشكله مع امريكا ولا لا؟ ولا مشكله مع النظام السني؟ خلينا الاول مع امريكا الاول. تمام، مع المشكله. طيب، فهي تريد ان تاخذ الامريكان في معركه اخرى غير معركه النووي اللي على ارضها، ودي اجادتها ايران باجاده تامه. كل شويه تعمل لهم مشكله في حته ثانيه، ودي معلش هنا هم براجماتيين جدا. الغايه تبقى عندهم تبرر الوسيله. ياخدوا امريكا في مشكله هنا عشان يبعدوا عن الملف النووي. ما شغال، خلي بال حضرتك، شغال وبيقول لك ده خلاص كلها سنه بتنتج القنبله الذريه. لكن مش هو الخوف من النظام الايراني لما شاف انه السنه اللي ممثله في الجهاديين اللي موجودين على ارض سوريا دلوقتي ممكن يعملوا نظام سني هناك؟ لا اصل هو سوريا اغلب شعبها سني، اغلب شعبها. انا فاهم. فاذا ممكن يسقط النظام العلوي. هيسقط طبعا، يقينا هيسقط. وقطعا الشعب هيختار قياده سنيه، بس مش سنيه بالمفهوم الجهادي اللي ايران يعني قد تروج له احيانا، لكن قياده سنيه تمثل اغلب الشعب. ده عادي طبيعي جدا ان الاغلبيه. ده مش شكل خوف عند ايران؟ ما يخوفش. ليه؟ لان ايران محاطه من كل اتجاه بالبلاد السنيه. تركيا بلد سني، السعوديه طيب، ما هو عندها مشروع. انا بس بقول لحضرتك حضرتك اذا هذا يعني ينشر من باب التخويف، وهي ليست لها هذه المقدره على قضيه ان لها مشروع شيعي، لان هي عندها سنه في ارضها، هي حوالي 10% او 15% مش لم يتشيعوا. ثم ان هناك جزء الساحل، كل الخليج كله شيعي، سواء كان في البلاد العربيه، في السعوديه او في الكويت او في البحرين او في العراق. كويس. كل ده شيعي. كويس. وموجودين وما حصلش مشكله. طيب،
ليه مش محور عربي ليه ليه ده كلام حلو أوي. لم يمد الرئيس كسور أيوة. اتصال مع الامارات مثلا؟ صح، خليني اقولها لك. ده صح تمام. ويجب ان يكون. ليه ما كانش؟ لان الجمعيه العربيه خلال 10 سنين فاتت، انا لا اقصد طبعا فتره عمرو موسى، بقى الفتره اللي بعد اللي فاتت كلها كان العالم العربي تفسخ كويس بضربات متتاليه، الكويت وبعدين العراق وبعدين وجهات نظر، فتشرذم العرب. وقبلها ايام الرئيس السادات اما مصر علقوا عضويتها في جامعه الدول العربيه. أيوة. فاصبح التعاون العربي مضروب في مقتل. كويس. الان هذا الترميم مطلوب، ولو عاد هذا الترميم هيبقى له الاولويه قطعا على مصر. هل في محاولات من الرئاسه لعوده العلاقات العربيه مثلا؟ نعم بيقين، نعم. مع الامارات مثلا؟ مع الامارات طبعا، ومع الكويت. انت هو شيخ الازهر لما راح ايران، معلش هو شيخ الازهر عفوا لما راح الامارات، شيخ الازهر ده شخصيه دينيه فقط. انا بس حضرتك لا ما سالنيش السؤال ده. لا هجاوبك، هساله واجاوب انا. طيب حضرتك تدرك ويدرك الساده المشاهدين. لا انا رايي انه ده الراجل رايح على هامش مؤتمر وتكريم. جميل وتكريم. ايوه يعني ده اللي انا اعرفه. ما كانش بقى يطلع ان في ناس محبوسين هيطلعوا. لا ده تكريم لوجوده في الامارات. جميل. يبقى ده بقى كده، ده مش جزء سياسي، اما يبقى فيه مساجين مصريين بس في ده حتة. تكريما لاسم شيخ الازهر الشيخ الطيب. ده جميل وده شيء عظيم. يبقى اذا الازهر بقيمته وقامته يمكن ان يكون قوه ناعمه، صح؟ مظبوط. بس هو ده اللي لكن لما يطلع ضاحي خلفان يقول ان المرشد مطلوب عندنا في النهارده او امبارح، هو ده خلفان بس يعني حطه مع شفيق في خانه واحده. يعني هنعمل كده فورا على طول عشان محمد الجزار عمال يقول لي عيد العمال هنتكلم بسرعه عشان هو بيمشي شرعي. عيد العمال، الرئيس في خطابه عيد العمال اتكلم على زياده العلاوات مثلا. عند حضرتك تعليق على ده؟ قبل زياده العلاوات، اختياره يا استاذ محمد لان يحتفل مع العمال في مصنع وقلعه صناعيه وبالليل في القصر الجمهوري. اصل الناس يقول لك ايه اللي يحتفل في القصر الجمهوري؟ هم ناسين راح الصبح فين؟ يعني عجيبه جدا. طب ما هو راح في قلعه صناعيه. هذه واحده من ناحيه الشكل. اشمعنى اختار الحديد الصلب؟ أيوة. عشان بس ابقى فاهم. يعني بس ده اليس هذا من اكبر المشروعات المصريه؟ وتجمع عمالي ضخم جدا على ارض مصر. في اكبر منه في لا بل اكبر. ثم الرمزيه في حاجه تانية بقى في كلام سياده الرئيس قضيه ان نبني على ما سبق، وذكر لاول مره عبد الناصر بالاسم. انتوا مش عندكم مشكله مع عبد الناصر الاخوان المسلمين في البنيه التحتيه والنمو ولا في الحريات؟ لا في انه قبض على الاخوان المسلمين في الحريات وسجانهم جميل في الحريات. كويس. تعرف ان الاخوان المسلمين لم يرفعوا قضايا تعويض على تعذيبهم وسجنهم من يوم عبد الناصر؟ ليه؟ هات لي قضيه كده. لا ما اعرفش بس ليه؟ ما انا بقول لحضرتك ده حصل. طب انا مصدقك بس ليه؟ لان القضيه دي قضيه اضطهاد عبد الناصر للاخوان المسلمين احتسبت عند الله، ويرجو من عذب ومن اضطهد ومن هو عند الله سبحانه وتعالى. وده غير القضيه دي، ده حسابه يا سيبك من المنشيه الله. سيب الكلام. لكن اما نيجي للتنميه التعليميه والصحيه والصناعيه، هل معقول عشان الاخوان اتظلموا في الحريات يقول لك لا ما كانش صناعه كويسه؟ هل لا ما كانش إذا لو لقيت حاجه عند حسني مبارك هتقولها. انا بقول شوف سجل عليا اهوت. حسني مبارك كان من ابطال حرب اكتوبر، صح؟ انا ما اقدرش انكر، واللي ينكرها يبقى غبي بصراحه. يعني عشان بقولها لك اهو، انت بتقول لي يعني في حاجات، انا بقول لك اكبر حاجه اهو. تمام. ومع هذا العبره بحاجتين، بالخواتيم وكميه الايه والاخطاء والانجازات بس. لكن انجز واخطا تمام. عبد الناصر انجز نعم واخطا نعم. وكذلك السادات وكذلك كل راجل. والعجيب ان يجوا على الدكتور مرسي عايزين كله عايزين ما يغلطش ابدا ويبقى انجاز بس. زياره المجمع، التاكيد على اهميه العمل. لو حضرتك سالتني على العلاوه، العلاوه دي قضيه نفسيه مش قضيه ماديه، لان هي لما تزيد العلاوه مثلا من 50 جنيه مثلا، يعني بقول انا ما اعرفش من 50 ل 70 او ل 100 حتى. ما انت غني يا دكتور، انت غني. لا معلش، انت ما تعرفش الفلوس دي. عايز اقول لك ان انا بقعد استناها ال 70 جنيه دي. ده حضرتك اكيد. انت تعرفش ان انا موظف وزاره الثقافه؟ والله بكلمك. ايوه طب والله بكلمك جد. لا عايز اقول الناس طب انا بقى موظف برضه في وزاره الصحه وباخد علاوه برضه. ايوه اصل انت مش عارفها، بتقول لي 50 ل 70 بس انا بقول قيمتها قليله. لكن هي معنويه طبعا ونفسيه. فلما دايما العمال في كل وقت العلاوه يا ريس. هم يعني تفاعل نفسي وزي ما تقول ايه ودي وحبي، لكن الحقيقه مش العلاوه هي اللي تحل كل مشكله. اللي يحل المشاكل بقى تدريب العمال، النهضه التنمويه الحقيقيه، ومراعاتهم صحيا ومدارس لاولادهم. ده الكلام الصح. ده صح. ووعد الرئيس بذلك. يا سلام. وانا عندي ثقه انه سوف ينفذ هذا الامر.
هذا الرجل نبت من ارض مصر، ما كانش مليونير ولا ملياردير. طيب هو الرئيس اتكلم على التعديل الوزاري آه. وقال انه برضه معيار الكفاءه، ده كلام معاد تقريبا انه قاله قبل كده الرئيس. اصل هو ده معيار ما حدش يختلف عليه حتى لو تعاد 100 مره. بس ليه لحد دلوقتي ما جاتش؟ يعني الاسبوع قرب يخلص. في حاجتين، بعض الناس بيعتذروا حسب معلوماتي، بس ما تقوليش مين بقى وما، عشان لا مش هقول لك، لا مش في هقول ناس لك. بتعتذر. انا ما بحبش مين بقى؟ والرئيس كان حريصا ولا زال على ان يشارك الاخرين من احزاب اخرى في الحكومه. كويس. وبعت ومردوش. حزب كذا وحزب كذا ويطلع. لا انا بستعجب يا استاذ محمد، اتفضل. بستعجب قوي اما يبقى حزب، اي حزب بس حزب اسلامي يقول لك لا انا مش هشارك. يا سيدي ده احنا مفروض يعني احنا في مركب واحد، حتى لو انا لو انا عايز دعمك لازم تدعمني. لا وياخذوا نفس موقف الجبهه الانقاذ. هذا كلام. هل هذا كلام. احنا بنتكلم على السلفيين بقى. انا بتكلم عن حزب النور. انت بلاش طب اشمعنى في دي كنت صريح كده وقلت ده ما رضيتش اضغط؟ لا ما تضغط ليه، اصل الحقائق واضحه. لا اكتر من كده. هل تقدر انت حضرتك وانت معاك منبر اعلامي تقول على صلاح عبد المقصود صفيق؟ تقدر تقول كده؟ اعمل ايه يا فندم؟ تقدر تقول عليه الوزير الصفيق؟ على مين؟ على صلاح عبد المقصود رغم خلافك؟ لا طبعا ما اقدرش، ده لفظ مني. وهل تقول معلش وتقول سماجه ووقاحه؟ تقدر تقول كده على اي حد مش بس صلاح عبد المقصود؟ لا انا ممكن بس ممكن تقول. لا مش قصدي، يعني ساعات بقى تجاوز يعني. لكن يعني لو واحد ينتمي الى حزب اسلامي زي كده، هل تقبل مني انا اقول الكلام ده على حد؟ طب ما هو برضه الوزير صلاح عبد المقصود برضه مستفز احيانا في تصريحاته. يبقى انتقده وبقوه، بس ما اشتموش. قول له اخطات، ايه فعلت كذا وكذا صح، وبعدين بالمفهوم الاسلامي انصحه. مش ده المفهوم الاسلامي، مش دي المرجعيه الاسلاميه. اما جاء ارى يعني مقال لاحد رموز حزب النور بيقول عليه كده صفيق ووقاحه وسماجه وحاجات زي كده. انا حلمي الجزار بقى الذي ينتمي لحزب العداله اسلامي الاتجاه ايضا، ابقى اقول ايه على هذا الخطاب؟ فانا بيؤسفني ان اللي بيرفضوا ليس من اجل مصر، ولكن يرفضوا من اجل مصلحتهم هم، وده غلط. اذا احنا ما فيش وزير تعديل وزاري هيحصل؟ لا في. ما هو احنا قالوا اخر الاسبوع واول الاسبوع بيخلص، يعني بكره الخميس غالبا، يعني غالبا هيطلع بكره الخميس. لا هو بكره الخميس اكيد وبعده الجمعه بس. لكن يعني لا يعني الاسبوع خلص. وقد يمر الاسبوع القادم ايضا ويتاخر التعديل، لان التعديل مش وزاري بس، تعديل وزاري ومحافظين. يعني ممكن الاسبوع الجاي برضه يروح في وارد ممكن يعني. اصل وانا كنت احب ان ما حدش يقول موعد تحديدا، يقول ندرس التعديل الوزاري وحين ننتهي منه سوف نعلنه. ده كان يبقى كلام كده. طب ما تحددش ملامح التغييرات مثلا؟ ممكن تبقى الثقافه، الصحه، حاجات كده. ما اتقال لان في بعض اتقال ان وزير الثقافه كان عايز يمشي، وزير العدل كان عايز يمشي، وزير طب ما تمشي وزير الثقافه صبري عرب، ما الراجل يعني ما يمشي، الراجل عايز يمشي. طب ما عايز يمشي خلاص. وارد انه يمشي، بس اصل مش انا اللي بعمل تعديل. يعني وزير الشؤون النيابيه عايز يمشي. وقال انا عندي يعني اعتذر صحيا وان كان يعني. وبعدين حضرتك امين حزب الحريه والعداله في الجيزه، عاجبك حال الجيزه ده؟ لا يا دكتور حلمي، لا مش عاجبني. بيتعب بيطلع عيني عشان اعدي حته الجامعه اللي مش عارفين يعملوا كوبري بقالنا 4 سنين. مش عاجبني. مش بس هو ده بس الحاجه الغلط الوحيد اللي في الجيزه، والمنظر الزباله في الشوارع ده جولي مره في الحزب اللي يكتب جواب شكر لرئيس حي كذا، قلت لهم انا عايزين نكتب جواب شكر. طب امال الحزب حزب الحريه والعداله بيعمل ايه في الجيزه بقى؟ ما احنا قاعدين نزق ايه؟ نزق في المتنفذيين، لان انا فين؟ ما هو على ارض الواقع ما فيش حاجه. لا في بعض الحاجات اتصلحت، بس طبعا لا ترقى ابدا الى المستوى المطلوب. طيب ما ده اللي بقوله، وبالتالي لازم يحدث تعديل في طب ايه رايك الاربع الجاي اذا كان لنا او حضرتك عمر، وان شاء الله يبقى لك عمر يا دكتور، يبقى معانا ملف اسمه محليات الجيزه مثلا لا بأس. وحضرتك مسافر الاربع بيقولوا؟ مسافر الثلاث. خلاص يبقى الاسبوع الجاي ان شاء الله معانا الدكتور حلمي الجزار، وحديث حوالين المحليات بقى. صحيح الجيزه هنركز عليها، بس نتكلم على بني سويف يا دكتور حلمي. ده محافظ بني سويف نايم في الذره، مصدقك وحياه ربنا. البنت اللي اسمها رنا دي الدنيا قايمه، ونكلمه الراجل نايم وسايب مدير الامن هو اللي بيعيش. عندنا مشكله في بلد اسمها الفشل. ساب البلد تطلع هي اللي تحل مشكلتها، هو مش موجود. الكوادر السياسيه في المحليات لم تكن كوادر ناجحه. ما انتوا اللي جبتوها خلوا عداله. لا دي مصنوعه خلال 30 سنه فساد، لكن المفروض نجيب ونغير. صح، ده الصح. مظبوط معاك.
طيب لازم يتغير. الاسبوع الجاي على وعد ان احنا نتكلم عن المحليات، مش سياسه بقى ولا حريه وعداله. امال دي المحلات دي ايه؟ المحليات. وانا على استعداد استقبل كل اسئله الناس اللي بتتكلم على كل المحافظات ونطرحها امام الدكتور حلمي الجزار. دكتور حلمي شكرا. انا بشكرك على سعه صدرك وبشكرك على اتاحه فرصه مره ثانيه. بشكركم، واجازه بقى خميس وجمعه هترتاحوا وتعيشوا حياتكم وترتاحوا من عين العقل، تشوفوا عين اي حاجه ثانيه، عين السيره مثلا. ونشوفكم السبت الجاي ان شاء الله بنفس الفريق، عبد الفتاح خضر ومحمد طه وزيزو وكل زمايلنا، ماجد عبد الله ومحمد الجزار. بحييكم تحيه خاصه وبشكركم وتصبحوا على خير.